أصدقاء متابعين، أهلا بكم في ملخصات كايرو. والنهاردة معانا تجميع حكاية كيم، والناس اللي متابعاني من زمان الجزء الخامس هتلاقيه في الدقيقة اللي هتظهركوا دلوقتي على الشاشة. وقبل ما نبدأ حابب أعرفكم على حاجة، احنا عملنا قناة تليجرام بننزل فيها الأخبار أول بأول، وهتعرف هناك الحاجة اللي هتنزل قبل ما انزلها على القناة. ما تنساش تروح تنضم للقناة، هتلاقي الرابط في الديسكريبشن أول تعليق. وقبل ما نبدأ بقى ما تنساش تصلي على النبي، تدعي لإخواتنا في فلسطين، تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. ويلا بينا نبدأ قصتنا سوا مع البطل اللي اسمه كيم جاي هيوك. وبنعرف ان كيم جاي هيوك ده طالب في المدرسة الثانوية، وبيكون شاطر جدا لكنه ضعيف ويائس، والمتنمرين مش سايبينه في حاله، لكن القدر بيساعده وبيتعلم القتال تحت ايد واحد من احسن المعلمين. ويا ترى ايه التغيير اللي هيحصل في حياة كيم، وهل هيقدر يوقف المتنمرين عند حدهم ولا لأ؟ وبنروح لقصتنا وبنشوف كيم وهو واقف مع مامته، وفي بنت واقفة قصادهم وبتقول الأم لابنها وهي بتشاور على البنت، سلم عليها، دي طلبت بنت واحدة صاحبتي ومن النهاردة هتعيش في الدور التاني عندنا في البيت. فبيتفاجئ كيم وبيمين على ودن أمه وبيقول لها انت ازاي تخبي عني حاجة زي دي؟ يعني ايه واحدة ما نعرفهاش تيجي فجأة وتيجي تقعد معانا في البيت؟ فبتتضايق الأم وبتبرق له جامد وبتقول له ده بيتي أنا، أجيب فيه الناس اللي أنا عايزاها، وتفضل تسلم عليها قبل ما تاخد بالها. فبيسلم كيم عليها وبتمد ببنت ايديها وبتقول له اهلا انا اسمي لي وعندي 17 سنة. فبيعرفها كيم على نفسه وبيقول لها انا كيم وعندي 17 سنة برضه. وبنعرف ان بيت كيم مكون من دورين، دور كانوا بيستخدموه كمخزن ليهم لكن فضوه علشان لي هتقعد معاهم، والدور الاول قاعد فيه كيم مع امه. وبتبتسم لي وبتقول له انت بتروح مدرسة يونغ مين الثانوية مش كده؟ انا هتنقل هناك من النهاردة علشان نبقى نروح سوا. فبتفاجئ كيم وبيقول لها ماشي، وبيقول في نفسه ده ايه اللي هيجيبها معايا دي؟ فبتمشي الام وبتشاور لكيم وبتقول له طب انا هروح الشغل بقى، شيل معاها شنطها يا كيم وساعدها. فبتقول لها ليه خلي بالك من نفسك يا امي. فبيبص لها كيم وبيقول لنفسه شكلها محترم قوي بس انا ما بعرفش اتعامل مع بنات، انا ايه اللي دخلني في الحوارات دي كلها؟ وبيبص كيم على ليه وبيلاقيها بتمد ايديها في جيبها وبتطلع سيجاره وبتساله معاك ولعه. فبينصدم كيمو ما بيعرفش يرد، فبتقول له ليه عندك ولعه في بيتكم ولا لا يا متخلف انت؟ فبيتفاجئ كيم زياده وبيقول لنفسه ايه اللي هي بتعمله دوت، دي شكلها كده من المتنمرين. فبتقرب منه وبتقول له هو انت ما بتردش عليا ليه؟ فبيبص كيم بعيد وبيفضل ساكت وباصص بقرف. فبتقول لنفسها ده مش بيبص في عيني حتى، وكمان مرتبك ومش عارف يرد. وبتضحك ليه وبتقول له هو انت واحد من الفاشلين. وبيروح كيم تاني يوم المدرسه وبيقرب منه واحد من المتنمرين وبيضحك وبيقول له انا هبقى مبسوط وانا باكل الاكل بتاعك يا فاشل. فبيتضايق كيم جدا وبيقول لنفسه انا مش فاشل ومش عارف ليه المتنمرين بيقولوا عليا كده. وبيقعد كيم على الديسك بتاعه وبيقرب منه الولد المتنمر وبيقول له وبيضحك انت وشك حلو قوي. فبيتوتر كيم وبيفضل ساكت. فبيضحك المتنمر وبيقول له انا عطشان ممكن تروح تجيب لي عصير موز من المحل. فبيقول له كيم وانا اعمل كده ليه؟ ما تروح تجيبه لنفسك. فبيضحك المتنمر وبيروح مديله بالقلم على وشه وبيقول له انت شكلك غبي، طالما انا قلت تروح تجيبه يبقى تعمل اللي بقولك عليه. فبيتفاجئ كيم من الضربه وبيحط ايده على وشه وبيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيضحك المتنمر وبيكمل ضرب فيه وبيقول له انت عارف انا بضربك ليه؟ علشان بترد عليك كلمه بكلمتها يا فاشل. فبيحط كيم دراعه على وشه وبيحاول يصد الضربه وبيفضل يعيط جامد. وبيمسك المتنمر الاكل بتاع كيم وبيقول له انا قلت لك قبل كده اني ما بحبش الساندوتش دوت. فبيتوتر كيم وبيقول له انا اسف نسيت. فبيضحك المتنمر وبيقول له مفيش مشكله الناس بتنسى برضه. وبيقرب منه وبيقوم مديله بالبوكس في بطنه وبيوقع على الارض وبيقول له بس بقى في عقاب للناس اللي بتغلط، قول لي بقى عايز كام ضربه؟ فبيعيط كيم وبيحط ايده على بطنه وبيقول له 3. فبيضحك المتنمر وبيقول له لا انا هخليهم 9. وبيفضل المتنمر يضرب فيه لغايه لما بيوصل للرقم 5، لكن واحد من الطلاب بيندى عليه وبيقول له المعلم جاي. فبيوقف المتنمر ضرب وبيدخل المعلم وبيقول لهم اقعدوا يلا علشان في بنت جديده اتنقلت معاكم الفصل وعايز اعرفكم عليها. وبتدخل ليه الفصل وبيتفاجئ كيم اول لما بيشوفها وبيطلب منها المعلم انها تعرف نفسها على الطلاب. فبتضحك ليه وبتسلم عليهم وبيكون كيم مصدوم وبيقول لنفسه دي هي البنت اللي اتنقلت الدور التاني في بيتنا، وكمان بين كل الفصول جايه الفصل بتاعي انا. فبيتكلم المعلم وبيقول استني بقى نشوف لك مكان يا ليه. وبيشاور المعلم على
بيقعد اللي ورا كيم على طول وبيقول لها اهو في مكان فاضي ورا كيم، فبتستغرب ليه وبتقول لنفسها كيم انا سمعت الاسم ده فين قبل كده، وبتفتكر ليه وبتقول ده الفاشل اللي كان قاعد في الدور اللي تحتيه، وبتروح ليه بتقعد ورا كيم اللي بيكون باصص لها بقرف ومش طايق نفسه، وبيقول بصوت واطي كمان جايه تقعد ورايا، امي قالت لي خلي بالي منها بس واحد فاشل زيي هيعمل لها ايه يعني. وبيحس كيم بحد بينغزه في ظهره، فبيبص بيلاقي ليه ماسكه ورقه ملفوفه وبتحدفها في وشه، فبياخد كيم الورقه وبيفتحها وبيلاقي مكتوب فيها ما تبينش انك تعرفني يا فاشل، فبيتضايق كيم وبيقول لنفسه والله انا اصلا كنت عايز اعمل كده فكويس انها جت منك انتي، وبيمسك كيم الورقه وبيفضل يكتب فيها حاجات وبيقول لنفسه هي في الاول والاخر لسه طالبه جديده برضه وما تعرفش حاجه، وبيقوم كيم من مكانه وبيسيب لها الورقه على الديسك بتاعها، فبتاخد ليه وبتبص فيها فبتلاقيه راسم لها خريطه المدرسه عشان تعرف تتحرك براحتها، وبنروح لكيم بعد كده وبنلاقيه واقف في الحمام وحواليه شله من المتنمرين ومنهم المتنمر اللي كان بيضربه واللي اسمه بيكون سونج، وبيساله سونج فاضل لك كام ضربه يا كيم، فبيقول له كيم 4، فبيضحك سونج وبيقول له طب عد لسانك بقى علشان الضربه هتبقى في دقنك، وبيديله سونج ضربه قويه في دقنه وبتخلي كيم يعيط وبيفضل ماسك خده، فبيقول له سونج فجاه انا مش هضربك تاني ما تخافش انا مش وحش قوي كده، فبيتفاجئ كيم وبيقول لنفسه ايه اللي غيره فجاه كده، فبيقرب منه سونج وبيقول له بس في خدمه عايزك تعملها ممكن، فبيقول له كيم ايه هي، فبيقول له انت شاطر في الدراسه مش كده، فبيضحك واحد من المتنمرين وبيقول لصاحبه شاطر ايه بس ده شكله مدمن العاب يا عم، فبيقول كيم لنفسه وانت شكلك مدمن مخدرات، فبيقول سونج لصاحبه لا بجد انا سمعت انه شاطر في الدراسه من رائد الفصل ده كان طالع الاول على المدرسه في اعدادي، فبيتفاجئ واحد صاحبهم تاني وبيضحك وبيقول بجد الفاشل ده كان عبقري، فبيبص سونج لكيم وبيمسك ايده وبيقول له طب بص بقى انا عايزك تساعدني في الامتحانات نص السنه، فبيستغرب كيم وبيقول له اساعدك ازاي، فبيقول له اعمل لي براشيمه غش منها في الامتحانات، فبيتصدم كيم وبيقول لنفسه ده انا لو اتمسكت هيدوني اصفار في كله، فبيتكلم واحد من المتنمرين وبيقول لصاحبه بس يا سونج ليه فجاه كده عايز تجيب درجات عاليه، فبيقول له سونج والله انا ما كانش هاممني بس امي مش سايباني في حالي وبتقول لي لو جبت درجات كويسه في الامتحان هسيبك تعمل اللي انت عايزه ودي فرصتي بقى علشان اسافر واسيب كوريا، فبيضحك صاحبه وبيقول علشان كده عايز تبقى الاول، فبيبص سونج لكيم وبيقول له ها قول لي هتساعدني ولا لا، فبيتوتر كيم جامد وبيفضل يفكر بيقول لنفسه اعمل ايه ده انا لو اتمسكت وانا بساعده يغش هروح في داهيه، فبيتضايق سونج ان كيم ساكت ومش بيرد عليه، بيقوم رافع رجله وبيضربه بركبته في بطنه، فبيتفاجئ كيم وبيقع على الارض وبيفضل يرجع، فبيقول له سونج انا هطلب منك تاني هتساعدني ولا لا، فبيتكلم كيم بالعافيه وبيقول له حاضر حاضر هساعدك، فبيضحك سونج وبيقول له جدع انت اخترت الصح اكيد الاحسن ليك ان اسافر وما تشوفش وشي تاني صح، فبيبص له كيم بغل وبيفضل ساكت، فبيتضايق سونج وبيقول له انت بتبص لي كده ليه ما تعدل وشك يلا، وبيرفع ايده وبيقوم يديه بالبوكس في وشه كذا مره ورا بعض، فبيعيط كيم ومناخيره بتفضل تنزف وبيقول له انا اسف، فبيقول له سونج ايوه كده احسن على العموم انا ماشي ومعتمد عليك بقى في الحوار الامتحانات دوت، وبياخد سونج اصحابه وبيمشي وبيسمعوا كيم وهو بيقول لاصحابه الكلب ده ما بيسمعش الكلام غير لما يتضرب، فبيقول له صاحبه بس غريبه ان العبيط ده شاطر في الدراسه، فبيقول كيم لنفسه يا ريتني كنت شاطر في القتال احسن من الدراسه كان زماني قضيت على الكلاب المتنمرين دولت، وبيجي الليل وبنروح بعد كده لبيت كيم وهو واقف بيطبخ مع امه وبتقول لامه اطلع الدور التاني وقول لي ليه تنزل، فبيتفاجئ كيم وبيقول لها ايه ده تنزل ليه، فبتقول له امه هو ايه اللي ليه عشان تاكل معانا اكيد، فبيتضايق كيم وبيقول لنفسه انا اول مره اقعد اكل مع بنت، فبتقول لامه بما اننا عايشين سوا فطبيعي هناكل سوا يلا اطلع ناديلها بسرعه وبلاش كسل، فبيطلع كيم وهو مخنوق بيقول لنفسه مش عارف الوضع المقرف ده هيستمر لغايه امتى، وبيوصل كيم للباب وبيخبط وبينده عليها لكن مش بيسمع رد، فبيفتكر انها مش جوه وبيكون لسه هيفتح لكن بيقول لنفسه هي سمحت لك تدخل ازاي هتفتح الباب كده، وبتكون ليه جوه ومشغله اغنيه وعماله تدندن معاها وبتكون لسه طالعه من الحمام، فبيفتكر كيم انها بتقول له ادخل وبيفتح الباب لكن ليه اول لما بتشوفه بتمسك الكاتل وبتحدفه على وشه وبتقول له بزعيق وانا سمحت لك تدخل يا جزمه، فبيقع كيم على الارض وبيغمى عليه وبتروح ليه عشان تلبس هدومها وبعدها بتزقه برجليها علشان تصحيه وبتقول له اصحى يا فاشل، فبيقوم كيم وهو مخضوض وبيسالها هو ايه اللي حصل، فبتقول له ليه قصدك ايه باللي حصل هو انت مش فاكر حاجه انت اغمى عليك بعد ما ضربتك بالكاتل يا غبي بس انت تستاهل ازاي تدخل الاوضه عليا وانا اصلا ما سمحت، فبيتحرك كيم وبيقول لها انا اسف
جدا، انا كنت فاكرك قلت له ادخل. ما قالت لي اجي اناديك عشان نتعشى سوا. فبتزعله ليه وبتقول له لو دخلت بالشكل ده تاني اعتبر نفسك ميت يا غبي. وبتنزل ليه علشان تاكل معاهم وبيقعدوا كلهم على السفره، وبتقول ليه لام كيم الاكل حلو جدا قوي تسلم ايدك. فبتقول لها وهي مبسوطه مامتك قالت لي انك بتحب الاكل دوت علشان كده عملتهولك. فبتضحك ليه وبتقول لها امي قالت لك كده، دي احسن اكل انا اكلته في حياتي، شكرا قوي يا امي. فبيقول كيم لنفسه بتتعامل باحترام قوي مع الناس الكبيره ولا هي مع كل كده لكن معايا انا لا. فبتقول لها الام انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه بس قولي لي ايه السبب اللي خلاك تنتقلي معانا هنا لوحدك. فبتتوتر ليه وبتقول لها سؤال محرج بصراحه بس انا في الواقع يعني انتقلت هنا علشان الدراسه. فبنصدم كيم وبيقول غصب عنه نعم دراسه ايه دي. فبتتضايق ليه اكتر وبتبص له جامد. فبيتوتر كيم وبيقول لنفسه انا كنت صريح زياده عن اللزوم ولا ايه. فبتقول ليه بصراحه انا جد عنده بيت في الريف وهو وعد انه هيدي له واحد من احفاده اللي هيدخل جامعه في سيول. فبتتفاجئ الام وبتقول لها بجد جدك ده محترم والله. فبيتضايق كيم وبيقول لنفسه اشمعنى هي وانا لا، انا غيران منها. فبتقول لها ليه انا السبب ده بيحفزني للدراسه جدا بس برضه مش ده السبب بنسبه 100%. احنا اصلنا عايشين في الريف والريف هناك ما فيهاش جامعات. انا كل اللي انا عملته هناك اني كنت بمارس رياضه وانا طفله عشان كده الدراسه نوعا ما جديده عليا. فبتضحك الام وبتقول لها عشان كده جيت سيول، شاطره ذاكري كويس بقى واجتهدي علشان تاخدي البيت من جدك. وبيقول كيم لنفسه جد هيديهم مبنى كامل للي هيدخل جامعه، دي حاجه حلوه والله بس هي قالت انها بتمارس رياضه، يا ترى انهي نوع رياضه. وبياخد كيم صدمه من امه وهي بتقول احنا عندنا شخص مثالي اهو في الدراسه، ده الاول على مدرسته في اعدادي. فبتنصدم ليه وبتقول ايه الاول وبتبصله باشمئزاز وبتقول له انت بجد واخد مركز اول. فبيبص لها كيم وبيقول لنفسه هي بتبص لي كده ليه. فبتضحك الام وبتقول هو ما يبانش عليه لكن عمره ما خسر المركز الاول، هو يبان غبي لكنه ذكي جدا. فبيتضايق كيم وبيقول لها ما تقوليش عني غبي. وبيخلصوا الاكل وبتقوم ليه وبتقول لها الام خلاص اطلعي بقى يا ليه وارتاحي انتي. فبتقول لها ليه شكرا على الاكل قوي. فبيبص لها كيم وبيقول لنفسه مش قادر افهم شخصيتها ابدا. فبتقرب ليه من ودن كيم وبتقول له انت يا فاشل انا عايز اتكلم معاك. وبينزلوا هما الاتنين من البيت وبيبعدوا شويه وبتقعد ليه على الارض وبتطلع سيجاره وبتقول لكيم يا صاحب المركز الاول عايزك تعلمني ازاي اذاكر وابقى مجتهده. فبتفاجئ كيم وبيقول لها لا. فبتستغرب ليه من ردة فعله وبتقول له ليه انا بعد لما اخد المبنى هبقى هديك جزء منه. فبيقول لها كيم لا مش عشان كده، انا مش عايز منك حاجه، انا مش هساعدك علشان انا بكره المتنمرين، سلام انا ماشي خلاص سجارتك بقى وبطلعي. وبيطلع كيم على السلم وبتتضايق ليه جدا وبتقول له طب انا هعلمك ازاي تتعامل مع البنات، انا عندي اصحاب بنات كتير حلوين في الريف. فبيقول كيم لنفسه ايه يعني حلوين ما اكيد متنمرين زيك. فبتكمل ليه كلامها وبتقول وفي واحده منهم هي نوعك المفضل وحلوه جدا. فبيلف كيم وبيبص لها شويه لكنه بيكمل طلوع على السلم وبيقول لنفسه كنت هقع في الفخ بس لا خلاص. وبيسمع كيم فجاه صوت راجل وبيقول ليه طب ما تعرفين عليه انا. فبيبص كيم بيلاقي في 3 شباب بلطجيه واقفين قصاد ليه. فبيتصدم كيم وبيقول لنفسه يا نهار ابيض دول البلطجيه اللي بيلفوا في الشوارع. وبيكمل الشاب كلامه وبيقول ليه ايه ما تعرفين عليه انا، بس بصراحه انت حلوه برضه مش هتعرفين عليكي، ايه رايك نشرب كلنا حاجه سوا. فبتقول له ليه لا شكرا خد صحابك بقى وامشي. ففي واحد منهم بيضحك وبيقول لها ليه ده احنا طيبين قوي. وبيتوتر كيم وبيقول لنفسه اعمل ايه في الوضع دوت، ده اكيد ممكن يأذوها ومفيش حتى حد موجود في الشارع يساعدنا. وبيمد الشاب ايده وبيشد دراع ليه وبيقول لها يلا ما تعمليش فيها قويه وقومي معانا. فبترعب كيم وبيمسك موبايله بسرعه عشان يتصل بالشرطه. فبتقوم ليه في الوقت دوت وبتقول له انتم مجرد خنازير وبترفع رجلها وبتقوم ضربه بركبتها في فك اسنانه وبتوقعه على الارض. فبينصدم كيم وبيقول ايه ده وقعته على الارض بضربه واحده بركبتها. وبيتفاجئ صحاب الشاب من اللي حصل وواحد منهم بيقول لها انت مجنونه يا بت انت احنا هنموتك دلوقتي. وبيقرب منها علشان يضربها فبتاخد ليه وضعيه من وضعيات الكاراتيه وبيكون لسه هيضربها لكنها بتديله بالبوكس في دانه وبتطير صف اسنانه اللي فوق وبتوقعه على الارض. فبينصدم كيم اكتر هو والشاب التالت وبيبص لها الشاب التالت وبيقول لها بزعيق انت فاكره نفسك مين يا بت انت فاكره نفسك بيج رامي ولا ايه، ده انا من النادي المصاعد ال3 وكمان من المستوى التاني في الحزام الاسود في التايكوندو. وبيهجم عليها الشاب وبيديها بالبوكس لكنها بتتفادى الضربه وبتنزل على الارض وبتقوم رافعه دراعها وبتضربه بكحه في خده الشمال وبتوقعه على الارض. وبيكون كيم بيتفرج وهو مذهول وبيقول لنفسه ايه اللي عيني شايفاه دوت، دي وقعت ال3 في غمضه عين. وبيفتكر كيم لما هي قالت انها كانت بتمارس رياضه وبيقرب كيم منها وبتقوم
كيم ليه ماسكه دراعها وبتحركه علشان وجعها، واول لما بتشوفه بتزعق وبتقول ايه ده، هو انت لسه هنا؟ طب ما اتصلتش بالشرطه ليه يا حمار؟ فبيقول لها كيم هي الرياضه اللي كنت بتمارسيها كانت ايه؟ فبتقول له ليه الفنون القتاليه. فبينصدم كيم وبيفتكر لما سونج بيمسكه يضربه وبيبهدله هو واصحابه، وبيقول لنفسه معقول هي دي فرصتي وجات لحد عندي. وبياخد كيم قراره وبيقول لها بص يا لي، انا هعلمك ازاي تدرسي وتجتهدي، بس في المقابل هتعلميني فنون القتال. فبتتفاجئ ليه وبتقول له مستحيل طبعا. فبيستغرب كيم وبيسالها ليه، فبتتوتر ليه وبتقول له انا علشان اعلمك الفنون القتاليه هضطر المسك، ودي حاجه مقرفه بالنسبه لي يا فاشل، استحاله اعمل كده، فاروح اتدرب في نادي رياضي. فبيتضايق كيم وبيقول لها انا مش هينفع اروح نادي رياضي علشان عندي اسبابي، والسبب دوت ان كل المتنمرين اللي في المدرسه بيجتمعوا في الانديه الرياضيه. فبتقول له ليه يعني هي دي مشكلتك، عموما انا برضو مش هعلمك يا فاشل، وان كان على غبائي في الدراسه انا ممكن اعرف اتصرف فيه، وانت شوف طريقه للقتال تدافع بيها عن نفسك. وبتمشي ليه وبتسيبه، وبيزعل كيم وبيقول لنفسه انا كنت فاكر انه هيكون عرض كويس. وبيتفاجئ كيم ان البلطجيه ابتدوا يفوقوا، وواحد منهم بيحط ايده على راسه وبيقول دماغي وجعاني قوي، احنا ايه اللي موقعنا على الارض كده؟ فبيترعب كيم وبيطلع يجري بسرعه على السلم وبيروح البيت، وبينام كيم على سريره وبيفضل يفكر وبيقول لنفسه القتال اللي كان من شويه ده كان رهيب، انا ما شفتش حد من المتنمرين كان بيقاتل زي ليه كده، انا لو اتعلمت القتال من حد جامد كده زيها هتكون حاجه حلوه قوي، وهقدر وقتها ان اضرب المتنمرين اللي بيضايقوني. وتاني يوم الصبح بيلبس كيم علشان يروح المدرسه، وبيلاقي امه خارجه وبتقول له انا رايحه الشغل وكل السندوتش اللي انا حضرته لك وروح ادي التاني ليه. فبيتفاجئ كيم وبتمشي الام وبتسيبه، فبيتضايق كيم انه هيصبح بوش ليه على الصبح كده، وبيطلع عندها علشان يديها السندوتش، وبيقول لنفسه مضطر اعمل كده علشان هي عايشه معانا في نفس البيت، بس ممكن تكون غيرت رايها مثلا في عرض امبارح، بس انا هسالها تاني ولا اعمل ايه؟ وبيخبط كيم على الباب وبيلاقيها مش بترد، فبيقول لنفسه طب اعمل ايه؟ انا لو دخلت تاني زي المره اللي فاتت هتتجنن عليا، انا هسيب السندوتش قصاد الباب وهمشي. لكن بيسمعها كيم وبتقول له اتفضل ادخل، وبيدخل كيم وبيقول لها امي قالت لي اجي اديك السندوتش دوت. فبتقول له ليه حطه هنا وامشي، وبتدخل ليه تغسل سنانها، وبيحط كيم السندوتش على الترابيزه، لكن بيلفت نظره كتب محطوطه على الترابيزه، فبيبص لها وبيقول لنفسه هي دي الكتب اللي بتتدرب عليها ولا ايه؟ صح، دي قالت لي انها جايه هنا تدرس، بس ثواني كده ده كتاب عيال صغيره في الحضانه. وبيمسك كيم الكتاب وبيقلب فيه وبيتفاجئ وبيقول لنفسه مستحيل دي بتتعلم كتب من حضانه، ده المفروض تجيب كتاب كبار. وبيفتكر كيم لما ليه كانت بتقول انها عمرها ما درست في حياتها وانها مارست رياضه فنون قتاليه بس، وبتخرج ليه وبتبص بتلاقي كيم لسه واقف وبتقول له يا دي القرف انت لسه هنا بتعمل ايه؟ فبيبص لها كيم وبيقول لها انت اكيد مش بتتعلمي في الكتب دي صح؟ فبتتحرج ليه وبتتضايق جدا ووشها بيحمر، وبتروح زقاه وبتقول له هو انت فاكر اننا بقينا اصحاب علشان اتكلمت معاك كلمتين؟ انت ازاي اصلا تبص على الكتاب بتاعي وتدي نفسك الحق انك تقول كده؟ اطلع بره دلوقتي. وبتزق ناحيه الباب، فبيتضايق كيم وبيقول لها خلاص انا خارج انا اسف، لكنه بيقف وبيقول لها بخصوص اللي قلته لك امبارح ايه بقى قولي لي لو غيرت رايك، لانك ما عندكيش الاساسيات اصلا في الدراسه، فما فيش حتى اي اكاديميه خاصه هتقبل بيكي، وهيكون صعب تدرسي بنفسك، فلو حبيتي تروحي جامعه سيول انا ممكن. فبتقاطعه ليه وهي متعصبه جدا وبتحدف عليه كتب وبتقول له اطلع بره. وبيجي الليل وبيكون كيم واقف في المطبخ، وبتتصل بيه امه وبتقول له انا هتاخر يا كيم فخد البطاطا واطلع اديها ليه معلش. فبيوافق كيم لكنه بيكون متضايق وبيقول لنفسه امي كل شويه تقعد تطلب مني قد حاجات للهانم ليه ديت. وبيطلع كيم عندها وبيخبط على الباب لكنها مش بترد، فبيقرر انه يسيب لها الحاجه قصاد الباب، لكن بتيجي ليه من وراه بتقول له انت واقف عندك بتعمل ايه؟ فبيتفاجئ كيم وبيقول لنفسه هي كانت بره ولا ايه؟ وبيقول لها كيم انا امي قالت لي اديكي دي، عموما انا ماشي اهو. فبتقول له ليه استنى عندك ما تتحركش، وبتطلع على السلم وبتقرب منه وبتقول له انا عايز اتكلم معاك، انا حاولت اقدم في 3 اكاديميات واترفضت من ال3 بسبب الاختبار الغبي اللي بيعملوه. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها بتقولي ايه؟ فبتتعصب ليه وبتقول له بقول لك اترفضت من 3 اكاديميات بسبب مهارتي في الدراسه. فبيقول كيم لنفسه يعني هي فعلا في مستوى المدرسه الابتدائيه، وبتتكلم ليه وبتقول له عموما تعالى نعمل اللي اتفقنا عليه. فبيقول لها كيم اللي هو ايه؟ فبتقول له ليه انت هتعلمني الدراسه وانا هعلمك الفنون القتاليه، وبنروح لاول يوم في التدريب بعد ما اتفقوا سوا. وبيكون كيم في اوضه ليه وقدامه سبوره وبيمسك القلم وبيقول لها طيب هنبدا بالاساسيات في الانجليزي. فبتبص ليه على اللي كيم كاتبه على السبوره وبتقول له الكلام المكتوب ده مش غريب عليا. فبيتفاجئ
كيمو بيقول لها احنا هنرجع للاساسيات اهو استني، بس بص انا هعمل لك اختبار الاول، ايه معنى كلمه زيس؟ فبتقول له ليه مين سيجاره؟ فبيتفاجئ كيمو بيقول لها احيه، طب بلاش زيس ديت. فبيقول لها ذات، فبتقول له معرفش. فبيقول لها كيم طب سيبك من زيس وذات، طب تعرفي تتهجي كلمه بس؟ فبتقول له لا برضه. فبينصدم كيمو بيقول لها احيه ده انت مش عارفه اي حاجه خالص، ده احنا كده هنبدا من الصفر مش من اساسيات. وبيكتب كيم حروف بالانجليزي كلها على السبوره وبيقول لها يلا اقراي من الشمال لليمين. وبيقعد كيم يعلمها شويه وبعدين بيجي دور دروس الفنون القتاليه. فبتقعد ليه وبتقول له اول حاجه لازم تعرف نوع الاشخاص اللي هتواجهها علشان تعرف تفوز ضدها، وبكده احنا لازم نجمع معلومات عنهم. فبيستغرب كيمو بيقول لها معلومات؟ هو انت بتعملي كده في القتال؟ فبتقول له ليه طبعا، امال هتفوز ازاي وانت ما تعرفش نقط ضعفهم؟ وبنروح بعد كده لكيم وهو شايل ليه وبيقول لها انت وزنك كام؟ انت تقيله قوي. فبتقول له ليه انت عايزني اضربك ولا ايه؟ انا خفيفه جدا. بس هو انت متاكد ان المتنمرين بيجوا يدخنوا هنا؟ ده انا مش شايفه حد خالص. فبيقول لها كيم لا جايين اصبري بس. فبتبص ليه وبتلاقي مجموعه شباب داخله وبتقول لكيم اهم جم، وبيكون سونج منهم وبيقول لواحد صاحبه معاك سيجاره؟ فبتقول ليه لكيم ابو شعر احمر ده هو اللي هتقاتله صح؟ فبيقول لها كيم ايوه، وبيدي المتنمر لسونج سيجاره وبيولعوا كلهم وبيشربوا. فبيقول واحد منهم لسونج انت عندك قتال كمان شويه صح؟ فبيقول له سونج ايوه. فبيقول له طب ايه الدنيا؟ فبيقول له سونج الشخص ده كان مزعج جدا بالنسبه لي في فتره معينه. وبتشوفهم ليه من السور وهم داخلين وبتقول لكيم ان سونج عنده قتال كمان شويه مع واحد من المتنمرين. وبنشوف واحد من المتنمرين بيضحك وبيسال سونج هو القتال فين؟ فبيقول له سونج بعد المدرسه في الجراج جنب العربيات كده. فبتقول ليه لكيم المتخلف ده عنده قتال كمان شويه، يلا بينا عشان نروح نتفرج عليه. فبتفاجئ كيمو بيقول لها نتفرج؟ المهم دلوقتي هتعرفي تنزلي ولا لا؟ ده انت تقيله قوي. فبتتعصب عليه ليه وبتقول له انا خفيفه جدا يلا. وفجاه كيم ما بيقدرش يسيطر على نفسه وبيقع على الارض وبتقع عليه على ظهره وبيفضل كيم يصرخ من الم ظهره. فبيسمع واحد من المتنمرين صوتهم وبيجي علشان يشوف في ايه، لكن ليه وكيم بيهربوا بسرعه. وبنروح بعد كده لكيم اللي بيكون لابس جاكيت اسود ولابس كمامه على وشه علشان ما فيش حد يشوفه، وبيكون واقف مع ليه وبيسالها طب انا برضه مش فاهم هو احنا ليه هنروح نتفرج على القتال؟ فبتقول له ليه يا ابني هو كلامي مش واضح؟ ما كده علشان نشوف هيقاتلوا ازاي، وانت غبي ليه؟ انت عايز تهزم الراجل ده مش كده؟ فبيقول لها كيم ايوه. فبتقول له ليه يبقى تسمع كل كلمه هقول لك عليها بهدوء واتفرج من بعيد. فبيقول لها كيم ماشي، بس انا حاسس ان حرامي مش واحد جاي يتعلم فنون القتال. فبتتعصب ليه وبتقول له انت قصدك ان غبي يالا ولا ايه؟ وبعدين انا وانت مش نفس السن ولا نفس المستوى، فالمفروض تقدر الفرق دوت يالا. انت بس عامل كل القلق دوت علشان شايل الشنط. عموما انا بحذرك انك ما تحاولش تكون في نفس مستوى يالا فاهم؟ فبيقول كيم لنفسه صح انا نسيت ان ليه هي كمان متنمره زيهم. وبيبص كيم قصاده وبيلاقي الشباب وصلوا. فبيقول ليه المتنمرين هم. فبتقوم ليه من على السلم وبتقول له سيب بقى الشنط هنا ويلا علشان ندخل بسرعه. وبيدخلوا هما الاتنين المكان وبيبص كيم حواليه وبيقول المكان مليان متنمرين. وبيشوفهم مجموعه من البنات وبتقرب واحده منهم وبتقول له ليه انت الطالبه الجديده مش كده؟ فبتقول لها ايوه. فبتقول لها بنت وانت هنا عشان تشوف القتال صح؟ فبتقول لها ليه ايوه كنت حاسه بشويه ملل فقلت اجي اتفرج. فبتطلع البنت علبه سجاير من معاها وبتعزم على ليه بسجاره وبتقولها كويس انك جيتي، انا سمعت انك كنت متنمره جامده قوي في مدرستك القديمه، تاخدي سجاره؟ فبتقول لها ليه لا شكرا انا لسه شاربه واحده قبل ما اجي. فبتشاور البنت على كيمو وبتساله هو انت مين؟ فبتقول لها ليه ما تركزيش معاه ده واحد زميلي عادي. فبتسالها البنت هو بيتكسف ولا ايه؟ فبتوتر كيمو بيقول له نفسه انا ما ينفعش اسيبهم يتعرفوا عليا، اصل الفاشلين اللي زيي مش مسموح لهم يكونوا هنا عشان يتفرجوا على القتالات، دي قاعده معروفه من زمان. وبتتكلم بنت منهم فجاه وبتقول بصوا القتال بدا اهوت. فبتبص ليه الكيمو بتقول له بص بقى كويس للقتال وفتح عينك. وبيقف سونج قصاد الطالب اللي هيقتله وبيضحك وبيقول له انت يا غبي انت ليه دايما بتثبت لي انك هفا؟ فبتعصب الواد وبيقول له انت كسرت صباع واحد صاحبي مش كده؟ فبيقول له سونج دي كانت حادثه وقت التسجيل الهدف. فبيقول الولد يبقى تعتذر احسن لك. فبيحط سونج ايده على كتف الولد وبيقول له ها طبعا ده انا هعتذر ده انا اسف جدا. وفجاه بيحط سونج صباعه في عين الولد بكل قوته وبيقول له وبيضحك انا طبعا بتاسف لك على اللي هعمله في عينك ده دلوقتي. وبيصرخ الولد جامد وبيضحك سونج اكتر وبيقوم مديه بالبوكس في وشه وبيفضل يضربه في وشه بالبوكسات وبيقول له انت تعديت كل حدودك معايا. فبيتعصب الولد وبيقرب من سونج وبيحاول يديله بالبوكس في وشه وبيشتمه، لكن سونج بيتفادى الضربه وبيقوم مديله بالبوكس في وشه وبيوقعه على الارض
وبيضحك سونج وبيقول بصوت عالي ده الموضوع سهل قوي، وبيفرح بيه الشباب المتنمرة، وبيقول واحد منهم سونج كان بيقاتل كويس قوي، وبيكون كيم بيتفرج ومتوتر وخايف وليه مصدومة من اللي شافته، وبيرفع سونج رجله في الوقت دوت وبينزل فيها على دماغ الولد وبيقول له بس انا لسه مخلصتش، انا المرة دي هخلص عليه خالص، الفاشل اللي زيك منفعش يبجح معايا. وبيفضل سونج يضربه برجله في دماغه، وبتكون دماغ الولد ووشه عمالين ينزفوا جامد، وبيعيط الولد وبيقول لسونج ارجوك كفاية، انا اسف، انا عارف اني غلطت بس خلاص كفاية ضرب والنبي. وبيتصدم كيم ان الولد استسلم وسونج اللي كسب، وبيضحك سونج وبيوطي على رجله وبيقول للولد انا المفروض اعتذر لك يا ابني، انت بتعتذر ليه؟ انت كنت زعلان عشان كسرت لصاحبك صباعه مش كده؟ طب لما نشوف صباعك انت كمان بقى هتعمل فيه ايه؟ وبالمرة تكون زي صاحبك. وبيمسك سونج طفاية الحريق وبينزل بيها على ايد الولد بكل قوته وبيكسرها له. وبيجي الليل بعد كده وبنروح لكيم اللي بيكون قاعد مع ليه في الحديقة، وبيحط كيم ايده على ودنه وبيفضل يعيط وبيقول انا مش هقدر عليه، انا مش هقدر اهزمه خالص. وبتكون ليه قاعدة جنبه على المرجحة وبتقوم ضرباه فجأة بالشلوت في بطنه، بتقول له اخرس بقى ده انت مزعج قوي وفاشل، وبقول لك ايه هو شهر واحد بس وخليك تدوس على اللي اسمه سونج دوت. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها وانت بتقولي ايه؟ فبتزعق ليه وبتقول له زي ما سمعت هو شهر واحد بس، ومن الاخر كده انت عايز تعمل دوت ولا لا؟ فبيفكر كيم وبيقول لنفسه هو انا بجد ممكن اقدر اهزم سونج؟ فبتقول له ليه هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ ده انت حالك يصعب على الكافر يا جدع. فبيقول لها كيم خلاص انا واثق اني ههزمه، لكنه برضه بيكون مش واثق انه يقدر يعمل كده، وبيقول لنفسه هو انا بجد هقدر اهزمه وانا مش قادر اثق في دوت حتى لو ليه قالتهولي، انا خايف قوي بصراحه، بس برضه انا في الاول والاخر مش خسران حاجه وما عنديش اي حاجه اخسرها، فايه المشكله لما اجرب؟ مش يمكن تسيب فعلا واكسبه. وبعد شهر بالظبط بتكون الامتحانات خلاص بدأت، وبنروح لاول يوم امتحان في المدرسه، وبيقرب سونج من كيم وبيحط ايده على كتفه وبيقول له كنت بتذاكر كويس مش كده؟ انا معتمد عليك يا كيم وهجيب درجات عاليه بسببك. وبنرجع بالوقت دوت بحبه، وبتكون ليه واقفه مع كيم على باب الفصل وبتساله مستعد ولا لا يا فاشل؟ انت مش قلت انك هتتحدى سونج في قتال بعد شهر؟ اهو الشهر خلص اهوت. فبتوتر كيم وبيقول لها انا مش عارف، انا خايف قوي، طب هو ينفع ما ادخلش القتال دوت؟ فبتتعصب عليه ليه وبتقول له وانت عبيط يالا، انت كده بتضيع كل اللي احنا عملناه، انت بترجع في كلامك قبل ما تقاتل حتى، ما تبقاش عيل كده يالا واجمد يا. فبيقول لها كيم ده غصب عني، انا كل لما افكر اني ممكن اقاتله تفكيري بيتشتت قوي. فبتقول له ليه انت بس امشي ورايا ومالكش دعوه. وبنرجع للفصل تاني وبتقول المعلمه اللي واقفه دلوقتي الكل يشيل ادواته وكتبه على جنب علشان هبدا اوزع ورق الامتحان، انتوا طبعا عارفين ان الكلام مش مسموح، ولو مسكت اي حد بيتكلم هديله 0 في الماده. وفي الوقت دوت بتطلع ليه ورقه صغيره وبتكتب فيها حاجه كده، وبتقوم تانياها كويس وبتبص على سونج وبتقوم حاتفاها على الديسك بتاعه. فبيتفاجئ سونج اول لما بيشوف الورقه وبيبص على كيم وبيفتكر انه هو اللي حدفها، وبيقول لنفسه وبيضحك حلو ده سريع قوي في الاجابات، مع ان عدى 5 دقايق بس من وقت الامتحان. وبيبص كيم على سونج بيلاقيه باصص له وبيضحك، فبيتوتر وبيقول لنفسه هو سونج ماله بيبص لي كده ليه؟ انا لسه ما بداتش اجاوب حتى. وبيفتح سونج الورقه علشان يبص فيها وبيتصدم اول لما بيقرا اللي جواها، وبيكون مكتوب فيها تعالى نتقاتل يا غبي. وبيتعصب سونج قوي وبيفضل يجز على اسنانه وبيبص على كيم، فبيتوتر كيم اكتر اول لما بيشوف نظرات سونج، وبتكون ليه في الوقت دوت مبسوطه جدا وبتقول لنفسها باي باي بقى انت بقى يا سونج. وبنرجع فلاش باك للي حصل قبل شهر، وبيكون كيم طالع على السلم البيت وشايل ليه على ظهره وبيفضل يطلع بالعافيه، وبيقول ليه انت متاكده ان ده هيساعدنا على القتال؟ اصل ايه اللي هيخلينا اتمرن تمرين صعب زي دوت؟ فبتزعق له ليه وبتقول له انت تعمل اللي بقول لك عليها فاشل، فاهم ولا لا؟ هو انت مش واثق فيها ولا ايه؟ كمل طلوع على السلم يلا. فبيكمل كيم طلوع على السلم بصعوبه، وبتفضل ليه تشتم فيه وتقول له عليه ضعيف وفاشل، وبعدين بتطلب منه انه يروح على السطح ويلعب ضغط هناك وهي قاعده على ظهره. وبيسمع كيم الكلام بصعوبه وبيسالها هو ده برضه هيساعدني؟ فبتقول له ليه لا انا بس بستخدمك كانك كرسي اقعد عليه علشان انت نسيت تجيب حاجتي بعد ما جبتني هنا. فبيتعصب كيم وبيقول لها انت ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ وبيروحوا بعد كده هما الاتنين للمطعم علشان ياكلوا، وبتقول له ليه كل كويس عشان انت اللي هتدفع كده كده، ولازم تعرف برضو ان القوه بتيجي مع وزن الجسم، فلازم تاكل كويس جدا علشان تكسب 10 كيلو بسرعه. اظن كلامي مفهوم؟ فبيتفاجئ كيم وبيقول لها ازاي ازيد 10 كيلو بالسرعه دي؟ انت بتهزري؟ فبتقول له ليه ايوه لو كلت
كلت كتير هتزيد بسرعة، انا اصلا متضايقة والله ان قاعدة باكل مع واحد زيك اصلا، بس للاسف لازم اعمل كده عشان الاتفاق اللي اتفقنا عليه. فبيقول لها كيم ماشي انا عموما هاكل كتير اهوت، وبتخلص ليه الاكل وبتقوم وبتقول له يلا مش هنمشي ولا ايه؟ فبيتعصب كيم وبيقول لنفسه دي كلت الاكل كله، وبيضطر كيم انه يشيلها تاني وبيفضل ماشي بيها، وبيقول لها هو متضايق انت اكيد هتعلميني فنون القتال يا ليه صح؟ اصل مش معقول هفضل اشيل فيكي كل شويه، هي دي تمارين يعني؟ فبتقول له ليه ثواني علشان انا طلبت حاجه والدليفري جاي دلوقتي. فبيستغرب كيم وبيقول لها دليفري ايه؟ فبتشاور ليه على صندوق كبير قصاد البيت بتاعهم، وبتقول له اهي وصلت هناك اهي، روح بقى علشان تشيلها وتطلعها على السطح. وبيروح كيم يشيل الصندوق وبيطلعه فوق وبتفتحه ليه، وبيتفاجئ كيم اول لما بيشوف اللي جواه وبيسالها ايه الحاجات دي؟ فبتقول له ليه دي ادوات للتدريب، انا طلبت من صديق قديم ليا في بيتي اللي في الريف انه يبعت لي الادوات ديت، هي موجوده بشكل كبير في النوادي الرياضيه. فبيتفاجئ كيم وبيسالها موجوده ازاي يعني؟ فبتزعله ليه وبتقول له اخرس بقى واسمعني بقى، انت فاكر صاحبتي اللي انا حكيت لك عنها قبل كده مش صح؟ هي بقى اللي بعتت لي الحاجات دي هنا. فبيقول لها كيم بجد، وبيفتكر كيم لما ليه قالت له انا هعرفك على بنت من نوعك المفضل، وبيفكر كيم وبيقول هو ممكن يكون في واحده شبهي اصلا، بس لا ده مش وقت افكر في الحوارات ديت. فبتقول له ليه المهم بقى خلينا نبدا في الاساسيات، وبتضرب ليه بوكسين في الهواء وبتقول له دول اول حاجتين اساسيتين، وبيكون كيم بيتفرج وهو مبهور، وبتقول له ليه بعد كده تركز على ضربه منخفضه، لما تعمل دول المفروض بقى انك تتدرب على التشكيل دوت اللي هو 1 2 والركله منخفضه، بعدها اقعد اتدرب طول الوقت زي المجنون لمده اسبوعين، وقول لي بقى لو انت مش حابب تعمل ده. فبيتضايق كيم وبيقول لها لا طبعا حابب اعمل دوت، وبتبدا ليه بعد كده معاه التدريبات المكثفه، وبتفضل تدرب بيه باقصى صبر عندها، وبتديله الدمبل عشان يتمرن عليه، وبتفضل تتابعه طول اليوم وتاني يوم الصبح كمان، لغايه لما كيم بيتعود وبيبتدي تدريب هو لوحده غير مساعده ليه غير في الحاجات الضروريه بس. وفي يوم من الايام بيكون كيم ساب الدمبل وقاعد يتدرب بايده، وقتها بتقول له ليه بقيت احسن شويه بس خلينا نجرب شويه ركلات، وبتمسك ليه السداده وبتطلب من كيم انه يضربها علشان تصد الضربات بيها. وبعدها بحوالي اسبوعين بيكون كيم بيتدرب كويس جدا على تمرين الضربه الاولى والثانيه والركله المنخفضه، وبقى يطبق التدريب كويس جدا. وبتقول له ليه اخيرا بقيت تقدر تسيب الهدف بالركله المنخفضه، ده انا كنت بفكر استسلم بصراحه لانك ضعيف قوي. المهم بقى هنتعلم بعد كده الدرس الثاني وهو التصدي. فبيتفاجئ كيمو بيسالها التصدي ده زي حارس لعبه كره القدم؟ فبتقول له ليه تصدق انك حمار وفاشل؟ لا طبعا انت ما شفتش التصدي ده في قصص الويب تون قبل كده. فبيقول لها كيم انا ما بقراش قصص الويب تون اصلا. فبتقول له ليه التصدي دوت هو حركه لدفع مركز ثقل لشخص ما علشان توقعه على الارض وقت القتال، وعلشان انك مبتدئ جدا فاللكم مش هيكون كفايه بالنسبه لك عشان تفوز، فلازم انك تستخدم التصدي كمان. المهم دلوقتي حاول توقعني زي ما انا شرحت لك كده. فبتفاجئ كيمو بيقول لها ايه اوقعك؟ فبتزعق ليه وبتقول له جرب بس التصدي يا متخلف انت. وبيفكر كيمو بيقول بما ان انا الراجل فانا لو زقتها بكل قوتي فاكيد هتفوق عليها واوقعها بمنتهى السهوله. وبيجري كيم على ليه وبيفضل يزق فيها بكل قوته لكنها مش بتتحرك سنتي حتى. ده انت راجل قوي يالا، ده انت ما حصلتش ربع حتى. المهم كيم بيتفاجئ وبيقول لنفسه ايه اللي بيحصل دوت، دي مش بتتفادي الهجوم، دي اصلا مش بتتحرك كانها جذع شجره. وبيستغرب ليه وبتساله هو انت بتعمل ايه ياض؟ فبيقول كيم لنفسه انت مصنوع من ايه يخرب بيت امك. وبترفع ليه رجلها فجاه وبتقوم ضرباه بركبتها في وشه، وبتقول له لو حد وقفك وقت التصدي فاعرف انه هيستخدم الحركه دي معاك، ودلوقتي بقى انا اللي هقوم بالتصدي فحاول انك توقفني. فبيوافق كيم وبتقول له ليه يلا تقدم، وخليك فاكر ان سونج اقوى منك في الحجم وفي العادي هو كمان كده كده اقوى منك، ولو حاولت تنافس خطه التصدي دي فممكن ما تقدرش انك توقعه على الارض. وبتضحك له وبتقول له بس انا بقى هعلمك طريقه مميزه جدا. وبيفضل كيم مستمر الاسبوعين بعدها في التمرين اكتر واكتر، وكان اكتر تدريب متعب بالنسبه له لما كانت ليه بتقعد على ظهره وهو بيتمرن ضغط، ولما كان بيطلع السلم وهو شايلها على ظهره وهو بيجري كمان، ده غير تمرين الكرفساء اللي كان بيعمله وهو شايل ليه، وكان بيتمرن على اللكمات والركل مع ليه، وكان بيتمرن على التقنيات كمان والملاكمه مع ليه. وبيفضل كيم يتدرب زي المجنون لغايه لما بتحس ليه انه بيتطور لدرجه ان ايديها ورمت بسبب ضربته. وفي الوقت دوت بيكون كيم برضه بيديها الدروس اللي تمشي مع غبائها على قد ما يقدر. وبيفضل كيم وليه مستمرين لغايه لما بيعدي شهر كامل، وبيجي يوم الامتحان وبيخلصوا وبيخرجوا بعدها وبيروحوا لمكان القتال
اللي هيقاتلوا بعض فيه، وبتسأله ليه جاهز يا فاشل ولا لأ. فبيعرفها كيم انه خايف جدا، وبيقول لها انت ايه اللي كتبتيه في الورقة اللي بعتيها لسونج وخليتيه مش طايقني قوي كده. فبتقوله ليه مالكش دعوة وخليك في حالك، ده مش وقته تقلق بسبب حاجة زي كده، ركز على القتال واسكت وروح عشان تقاتله يلا. وبيبص سونج لكيم وهو بيضحك وبيكون ماسك سيجارة في ايده، فبيتضايق كيم من نظراته وبيقول لنفسه ماشي يلا بقى نبدأ. كون ليه قاعدة مع كيم وبتولع سيجارة وبتقول له انت حاسس بتوتر تحب تدخن، وبيكون كيم باين عليه التوتر فعلا وبيقول لها لا انا كويس. وبتقول له ليه زي ما توقعت منك يا فاشل، ده انت جسمك عمال يرتعش لمجرد انك بتفكر في القتال. فبيتضايق كيم وبيقول لها هو مش ده طبيعي احس بتوتر، انا عمري ما دخلت قتال في حياتي قبل كده، وطبيعي لما بفكر اني هقاتل سونج بحس بتوتر مخيف. فبتقول له ليه علشان انت فاشل، عموما اقلع قميصك. فبيتفاجئ كيم وبيسألها ايه ده في ايه، فبتقول له ليه ممكن لما اقول لك حاجه تعملها من غير ما تتكلم، ده انت غبي. فبيسمع كيم الكلام وبيقوم يقلع القميص، وبتقول له ليه شد بقى عضلاتك كده. فبيستغرب كيم وبيسألها عضلاتي انا، وبيحاول كيم يشد عضلاته وبتظهر فعلا عضلات بطنه. فبتقول له ليه شفت بقى عندك جسم قتالي اهو دلوقتي، هو انت كنت فاكر اني بضيع الوقت في تدريبك ولا ايه؟ بس اعمل حسابك انت لو خسرت بعد كل التدريب دوت فانت فعلا غبي وفاشل، انت هتخسر لو فقدت الثقة في نفسك، بس علشان كده خلي عندك ثقة في نفسك كبيرة. فبيقول لها كيم ماشي خلاص فهمت، بس انا عايز اعرف انت لغاية امتى هتفضلي تقولي لي غبي وفاشل؟ على فكرة كلامك دوت بيضايقني. فبتضحك ليه وبتقول له بس انت فعلا غبي وفاشل، وتحمد ربنا اصلا اني بتكلم معاك عادي كده، بس لو انت فزت في القتال دوت انا هناديه باسمك. وبتطلع ليه ولع من معاها وبتديها له وبتقول له خد دي. فبيتفاجئ كيمو بيقول لها ايه دي اعمل بيها ايه؟ فبتقول له ليه امسكها بس هتكون ضرباتك اقوى. فبياخدها كيمو وبيشكرها وبيقول لها ابقى ارجعها لك لما افوز. فبتقول له ليه لا ملهوش لزوم، انا مش عايزه اخد حاجه من واحد فاشل زيك لمسها، ابقى هات لي واحده جديده. فبيقول لها كيم بس انت جبتها منين دي؟ فبتزعله ليه وبتقول له هو كل حاجه لازم اوضح لك يعني ولا ايه؟ وبنرجع للواقع تاني وبيكون كيم واقف وماسك الولاعه بتاعت ليه في ايده وبيقول لنفسه اخيرا هقاتل سونج، انا هموت من الرعب بجد، انا مش فاهم ازاي المتنمرين دولت بيقاتلوا هم عندهم كميه التوتر دي. وبيفتكر كيم لما ليه قالت له انه هيخسر لو فقد الثقه في نفسه، وانه اهم حاجه يكون عنده ثقه في نفسه. وبيقول كيم لنفسه ليه قالت لي اني هقدر افوز يبقى لازم اعمل كده، بس انا لو خسرت برضه هرجع للي كنت عليه قبل كده، ودي مشكله كبيره. وبيقلع كيم النضاره وبيتقدم يقف قصاد سونج وبيضحك سونج وبيبص له وبيقول له دي لمت قوي اصلها، انت عايز تقاتلني؟ انت وقعت على دماغك يعني ولا ايه حكايتك انت؟ فبيزعق له كيم وبيقول له انا ما وقعتش على دماغي. وبيقول كيم لنفسه هي دي البدايه اني ارد عليه وما بقاش عبيط زي ما كنت زمان. وبيضحك سونج هو وكل المتنمرين اللي واقفين وبيقول بصوت عالي بصوا الغبي دوت بيقول ايه؟ قول لي يا كيم انت في حد بيديك دعم ولا ايه ياض؟ اصل ايه اللي خلاك بقيت واثق من نفسك كده فجاه؟ فبيقول كيم لنفسه انا قلت كلام كتير بس انا علشان متوتر للاسف. وبيتقدم واحد متنمرين قصاد واحد تاني وماسك كاميرا وبيصوره بيقول له ايه ده انت جبت الكاميرا؟ طب حلو قوي، اصل انا عايز اصور اللحظه الحلوه دي لكيم وهو واثق من نفسه علشان يحتفظ بيها كاثبات. وبتكون ليه واقفه بتتفرج على اللي بيحصل وبتقول لنفسها حاول تعمل اقصى ما عندك يا فاشل، ده انت لو خسرت هتكون انتهيت خلاص. وبيرمي سونج السجاره وبيقول لكيم يلا وريني اللي عندك، ده انا حاسس اني هستمتع قوي النهارده. وبيقف كل المتنمرين ورا سونج وبيفضلوا يشجعوه ويهتفوا باسمه. فبيقول لهم سونج وبيضحك انتوا متحمسين قوي للدرجه دي؟ عايزين تشوفوني وانا بسحق الحشره دي؟ اتفرجوا بس على اللي هيحصل ده. وبيبص سونج لكيم وبيرفع ايده وبيقول له قول لي بقى تحب تاخد كام ضربه؟ المره دي هكون طيب معاك وهضربك عدد الضربات اللي انت هتقوله. فبيبص كيم لسونج وبيقول له طب قول لي انت بقى تحب تاخد كام ضربه يا سونج، وانا هوعدك ان هضربك الضعف 100 مره على حسب العدد اللي هتقوله. فبيتفاجئ سونج وبيقعد يضحك وبيضحك كل المتنمرين اللي حواليه وبيقولوا احنا ما تصورناش انه يحاول يستفزه بالطريقه ديت. وبيقول سونج لكيم ده انت بيت لذيذ قوي يا كيم، هو انت شارب حاجه ولا ايه ياض؟ وايه الوضعيه اللي انت واخدها دي؟ انت اتعلمت القتال ولا ايه؟ يالا انت لازم تاخد علقه محترمه عشان ترجع زي ما كنت. وبيقرب سونج من كيم علشان يضربه. فبيتفاجئ كيم وبيقول له لنفسه ما تتوترش عادي، دي البدايه لسه، اعمل بس زي ما ليه قالت لك وخلاص. وبيهجم سونج عليه وبيقوم مديله بالبوكس في وشه. فبينصدم كيم وبيقول لنفسه انا ايدي قصيره قوي. فبيضحك سونج
بيقول له ايه ده، انت رجعت زي طبيعتك من اول ضربه ولا ايه؟ وبيهجم سونج تاني وبيقوم يديله ضربه اقوى في وشه وبيضربه بعدها بالبوكس تاني وبيقول له هو بيضحك اظن انت كده عرفت مقامك ايه. وبيرفع سونج رجله وبيقوم يديله بالشلوت في بطنه، فبينزل كيم على الارض وبيشد سونج من شعره وبيقول له انت كنت واخد مقلب في نفسك صح؟ وبيمسكوا سونج من شعره جامد وبيفضل يضربه في البوكسات وبيقول واحد منهم متنمرين كنت عارف ان ده اللي هيحصل بس ما تخيلتش يكون بالسرعه دي بصراحه. وبتنده عليه واحده من البنات وبتقول له ايوه يا سونج اضربه باقوى ما عندك. وبتقول البنت اللي واقفه جنب ليه مش فاهمه بجد الواد الفاشل دوت، طب ليه اتحدى سونج من الاول لما هو عارف ان ده اللي هيحصل؟ وبيفضل كيم يعيط من كتر الضرب ومناخيره بتنزل دم وبيقول له كفايه كفايه انا تعبت يا سونج انا اسف. وبيضحك الشباب وبيقولوا ده بيعيط اهو. وبيقول كيم لنفسه انا مش هقدر اعمل كده، انا مش هقدر اضربه، انا خايف جدا. وبيفضل كيم يعتذر له وبيسيبه سونج وبيقول خلاص كفايه لحد كده بما ان وصلنا للنقطه دي. لكنه فجاه بيرجع بسرعه وبيقوم مدي الكيم بالشلوت في بطنه بيطيره لبعيد وبيضحك وبيقول له هو انت فاكر اني هسيبك بجد؟ اصلا انا هوقف ضرب فيك ازاي وانا مستمتع قوي كده. وبيفضل سونج يضربه تاني وبيعيط كيم وبيقول لنفسه مش هعرف اضربه حتى بعد كل التدريب دوت مع ليه، حتى بعد كل الملاكمه اللي انا اتعلمتها انا خايف قوي ارد عليه. وفي عز ما كيم بيتضرب وبيفتكر لما ليه قالت له انت عارف ايه اللي مهم تاني في القتال؟ قوتك العقليه. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها القوه العقليه ازاي يعني؟ فبتقول له ليه انت لو فقدت قوه حالتك الذهنيه هتخسر القتال. فبتوتر كيم وبيقول لها طب اعمل ايه؟ انا حالتي الذهنيه ضعيفه جدا هكسب ازاي دلوقتي؟ فبتتضايق ليه وبتقول له تعليم الفاشل اللي زيك دوت بيصدعني قوي والله، بس انت لازم تحضر حالتك الذهنيه جدا. بس اسمعني لو قوه حالتك الذهنيه انكسرت هينتهي بيك الحال انك هتفضل تنضرب لحد لما يغمى عليك، بس انا هعلمك ازاي تتخطى دوت لو حصل يا فاشل. وبتقرب منه ليه وبتمسكه من كتفه وبتقول له لو ده حصل لك تمسك فيه جامد كده وبعد كده تقوم كاسر توازنه وتوقعه على الارض، بس انت ضعيف قوي ومش هتعرف تعمل كده علشان كده انا هعلمك حاجه تانية غيرها. وبيفضل كيم يتدرب لغايه لما بيقول لنفسه انا خلاص قررت هعمل كده حتى لو مت النهارده اكون عملت اخر محاوله. وبيجري كيم على سونج وبيمسك فيه من كتفه فبيستغرب سونج وبيضحك وبيساله انت بتعمل ايه يالا؟ وبيقرب كيم من ودنه وبيعض جامد لغايه لما بتجيب دم فبيصرخ سونج وبيزقه وبيمسك ودنه. وبيفتكر كيم لما ليه قالت له ان ده مخالف للقواعد بس دي اصلا مش مباراه رسميه فاستخدم الحركه دي عادي، انت كل اللي عليك انك تفكر في النصر وبس. وبعد كده تقرب منه بالجنب وتضربه بالحركات اللي اتمرنت عليها واللي هي 1 و2 والضربه منخفضه. وبيحقق كيم كلام ليه وبيعمل زي ما قالت له وبيضرب سونج وكل اللي كانوا واقفين بينصدموا وبيقولوا ايه اللي بيحصل دوت؟ سونج بيتضرب من فاشل وبيزعق كيم باقصى ما عنده وبيقول انا لسه ما بداتش يا سونج ده انت هتموت مني النهارده. اخر مره وقفنا عندها بعد لما كيم بينفذ خطه ليه وبيدخل القتال وبيقرب من سونج وبيعضه في ودنه لغايه لما بيصرخ وبيضربه في وشه جامد وبيوقعه على الارض. وبيكونوا المتنمرين كلهم مستغربين من اللي بيحصل وان كيم قدر يضرب سونج بعد ما كان عمال يتضرب بس. وبعد كده سونج بيحط ايده على مناخيره وبتفضل تنزف جامد وبيقول لكيم وهو مصدوم انت ازاي قدرت تضربني بالطريقه ديت؟ فبيستغرب كيم وبيقول لنفسه قصده ايه دوت؟ وبيفتكر كيم كلام ليه لما قالت له ان الخصم لما بيكون مشتت يستخدم التقنيه اللي هي هتقول له عليها ديت. وبتقول له ليه وقتها ان تقنيه التصدي احسن حاجه وبما انك لسه جديد فحته انك تمسكه لوحدها دي مش كفايه وانت لازم كمان توقعه على الارض. وخليك فاكر ان سونج اقوى منك واضخم منك كمان ولو استخدمت حركه التصدي ممكن ما تعرفش توقعه على الارض، علشان كده انا هعلمك حركه تصدي مميزه جدا. وبتجري ليه عليه وبتقوم موطيه وبتمسكه من ظهره وبتضربه بدماغها في بطنه. فبيتفاجئ كيم من الحركه ديت وبتقول له ليه دي اسمها تصدي الفخذ ولازم تستخدم التصدي بالشكل دوت علشان تضعف توازنه وتقدر انك تضربه بكتفك في بطنه. وبيقع كيم على الارض من قوه الضربه وبتقول له ليه ايه رايك مؤلمه جدا صح يا فاشل؟ فبيقول لها كيم مش بطني بس اللي وجعاني ده جسمي كله. فبتقول له ليه ايوه ما علشان بعد ما هتاخد الضربه هتقع على الارض على طول علشان كده الضربه هتكون مؤلمه ومش هتبقى عارف الالم جاي منين فهتقع على الارض على طول. انا استخدمت الطريقه دي كتير لما كنت بواجه اخصام اضخم مني. فبيقول لها كيم بس ليه الحركه دي مش كويسه ان استهدف بطنه؟ فبتتعصب ليه وبتقول له هو انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ هو انت فاكر انك في منافسه قتال رسميه ولا ايه؟ انت شايف اصلا ان ده وقت تفكر فيه في تقنيات القتال كويسه ولا لا؟ انت تركز
بس على الفوز يا فاشل. وبعدين في الفن القتالي اصلا الضربات دي مسموح بيها عادي لما يكون في اختلاف في الوزن، علشان كده انا عايزك تعمل اللي هقولك عليه ومن غير اي كلام يا فاشل. واللي بيقاتل بحركات مش كويسه مش انت، ده الكلب اللي اسمه سونج اللي لسه بيتنمر عليك لغايه دلوقتي يا فاشل، وانت عارف انه اقوى منك واضخم منك كمان. وبنرجع للقتال تاني وبيكون سونج مصدوم ومناخيره عماله تنزل دم ومش قادر يسند طوله، وبيستغل كيم الفرصه دي وبيقول لنفسه بما ان سونج دماغه مشتته فانا المفروض استغل الفرصه دي واهجم عليه بتقنيه الصد الفخذ. وبيجري كيم على سونج وبيعمل فيه نفس الحركه اللي ليه عملتها معاه، وبيقوم ضربه بدماغه في رجله وكتفه بيجي في بطنه جامد. فبيتفاجئ سونج بالحركه وبيقع على الارض ودماغه بتتخبط في الحيطه جامد، وبيحس انه خلاص هيغمى عليه. وبيتفاجئ المتنمرين وبيقول واحد منهم ده دماغه اتخبطت في الحيطه جامد، ده اكيد جمجمته اتدغدغت. وبيستغل كيم الفرصه ديت وبيقعد فوقه وبيفضل يضرب فيه بالبوكسات وبيقول له هو ده اللي انت تستحقه يا سونج، انت مين علشان تمسكني وتضربني كل يوم؟ ومين انت عشان تتنمر عليا طول الوقت؟ انا كل اللي بيحصل لي ده بسببك انت، لولاك كان زمان عندي حياه مدرسيه عادي وما كنتش هبقى خايف اتعامل مع الناس. وبينصدم الشباب من اللي بيحصل وبيقول واحد منهم هو ايه اللي بيحصل ده؟ سونج بيتضرب جامد من الواد الفاشل دوت، وبتكون ليه بتتفرج على ضربات كيم وبتتضايق وبتقول له نفسها اهدى شويه يا فاشل وبطل زعيق، ده القتال لسه مخلص. وفجاه بيرفع سونج رجله وبيدي الكيم بالشلوت في بطنه وبيطيره لبعيد. فبيتفاجئ كيم وبيقوم سونج بسرعه من على الارض وبيمسك كيم من رقبته وبيقول له انت اتعلمت كده القتال فين يا فاشل؟ انت رحت لمعلم فنون قتاليه ولا ايه؟ بس انت بقى ما تعرفش يا فاشل، انا كمان اتعلمت شويه فنون قتاليه من واحد صاحبي. وبيقول له على الحركه اللي هو بيعملها له دلوقتي، وبيقول له دي حركه الخنق المفضله عندي وخلال كام ثانيه بس هيغمى عليك يا فاشل، ولما يغمى عليك هتشوف انا هعمل فيك ايه على الضرب اللي انت اديتهولي ده كله. وبيفضل سونج يضحك وبيحاول تراقب كيم بدراعه وبيخنقه جامد، وبيفضل كيم يصرخ وبيقول لنفسه انا كده يغمى عليا خلال 7 ثواني بس لازم افكر في اي طريقه بسرعه، لازم يكون في حاجه اعملها. وفجاه بيفتكر كيم الولاعه اللي خدها من لي وبيكون ماسكها في ايده، فبيقوم رافعها بسرعه وبيشغلها على دراع سونج. فبيتفاجئ سونج اول لما بيحس ايده بتتلسع جامد وبيشيل دراعه بسرعه من على رقبه كيم، وبيقول كيم لنفسه حلو قوي انا لازم اركز بقى لان القتال لسه مخلصش. وبيفتكر كيم لما لي قالت له انه علشان يفقد خصمه توازنه يستخدم الركله المنخفضه، ولو عايز يهزم خصمه بالكامل فلازم يستهدف الدقن، لانه لو ضرب الدقن هيقع الخصم على الارض مهما كان وزنه ايه، سواء بقى كان الخصم سونج او اي حد تاني، وبكده هيبقى كسب القتال. فبيركز كيم على دقن سونج وبيقول له لنفسه لازم استهدف الدقن، وبيهجم كيم بكل قوته على سونج وبيضربه جامد في دقنه بسرعه، وبيختل توازن سونج وبيقع على الارض. وبينصدم المتنمرين كلهم من اللي حصل، وبيكون كمان كيم واقف مصدوم وبيقول لنفسه انا مش مصدق نفسي، ده انا هزمت سونج. وبيقول واحد من المتنمرين باستغراب ده الفاشل كسب، طب ازاي؟ وبتكون ليه مبسوطه وبتقول لنفسها اخيرا كسبت يا فاشل بالعافيه، بس طبيعي يكسب يعني ده انا اللي معلماه. وبعد لما القتال بيخلص بيجري كيم بسرعه من وسط الساحه علشان المتنمرين ما يجروش وراه، وبيقول واحد من المتنمرين لصاحبه هو احنا هنسيب المعتوه ده يجري كده؟ فبيقول له صاحبه سيبه غور يا عم خلينا نروح نفوق سونج. وبيكون كيم مبسوط جدا ومش مصدق نفسه وبيفضل يقول انا انتصرت، انا مش مستوعب اخيرا ايام التنمر خلصت. وفي اليومين اللي بعدها بتنتشر الاخبار بسرعه جدا ان كيم الفاشل هزم سونج، وبنروح عند شخص من المتنمرين اسمه هونج وعنده 17 سنه ووزنه حوالي 110 كيلو، وبيقول هونج لواحد صاحبه ايه ده هو سونج اتهزم على ايد الفاشل ده بجد؟ طب ما انا كده لو هزمت الفاشل دوت يبقى انا كده هزمت سونج صح؟ ده ايه شغل مرتضى منصور ده؟ المهم بيقول يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد، ده الفوز السهل ده طعمه حلو قوي بجد. وبنعرف بعدها ان سونج ابتدى يروح المدرسه بعد ما كان قاعد فتره ما بيروحش منقطع، بس بيكون سونج شكله متغير وبيكون لابس كاب وما بيتكلمش مع حد خالص. حتى كيم كان خايف منه انه يكون متلهف انه ينتقم منه بعد اللي حصل، لكن مفيش اي حاجه من دي حصلت، لدرجه ان سونج ما قدرش يبص حتى لكيم. وبيفضل الطلاب بيسالوا نفسهم هو سونج هادي كده ليه؟ هو محرج بسبب اللي حصل ولا ايه؟ وبيقدر كيم ساعتها بيتنفس بسهوله جدا وبيقول لنفسه ايا كان السبب فانا مبسوط جدا ومش هيقرب مني تاني. وفجاه بيلاقي كيم حد بينغزه في ظهره وبيبص علشان يشوف مين، فبيلاقي ليه قاعده وراه وماسكه ورقه كتبت فيها حاجه وقامت حاتفاها ناحيته. فبيفتح كيم الورقه وبيلاقي مكتوب فيها انت يا فاشل روح هات لي اكل. فبيتفاجئ كيم وبيقول لنفسه ايه العبط ده؟ اجيب لها يعني وانا خدام عند امها؟ هو يعني عشان المفروض قالت له روح اجيب لها اكل اسمع الكلام ولا ايه؟ فبيبص كيم لليه بعصبيه وبتقول له ليه من تحت ضرسها
نفسها روح هات لي الاكل يا فاشل عشان انا هموت من الجوع. فبيقول كيم لنفسه صح ده انا نسيت ان ليه هي كمان متنمره، ومع ذلك هي ليها دين عليا برضو علشان ان هزمت سونج بسبب التدريب معاها، وان اروح اجيب لها اكل احسن من تنمر سونج عليا وضربه ليا. ده انا كده مبسوط جدا وحاسس اني في سلام داخلي جوايا. وفجاه بيوقفوا واحد من المتنمرين ومعاه صاحبه وبيقول له وانت اللي هزمت سونج. فبيتفاجئ كيم بيحط ايده على وشه وبيفتكر ان الولد ده هيضربه وبيقول له ايوه انا اللي هزمته. وبيقول كيم لنفسه هو مرعوب يا دي النيله السودا دول شكلهم صحاب سونج. لكن متنمر بياخد صاحبه وبيمشوا على طول وبيقول بقى سونج خسر قصاد الفاشل دوت. عموما هو سونج اصلا ما كانش قوي قوي برضه. فبيقول له صاحبه ايوه عندك حق وبيرتاح كيم وبيقول لنفسه الحمد لله طلعوا مش صحابه. وفجاه بيلاقي كيم في وشه 3 متنمرين شعلهم اصفر وبيقول واحد منهم لكيم انت اللي هزمت سونج. فبيستغرب كيم وبيقول له نفسه يا دي النيله مين دول كمان. فبيضحك الشاب وبيقول لكيم واضح انك فزت بالحظ ده سونج ده عبيط قوي. وفجاه بيلاقي كيم في وشه 4 كمان تانيين وبيسالوا نفس السؤال وبيقول كيم لنفسه شكلها مش هنخلص النهارده بقى. وبيلاقي كيم بعدها البنات المتنمره واقفه قصاده وبيضحكوا وبيقولوا له هو انت اللي فزت بجد ده انت رهيب قوي. وفجاه بيلاقي هونج وهو بيقف قصاد كيم وبيضحكوا بيقول له هو انت اللي فزت صح. فبيتفاجئ كيم من شكله وبيضحك هونج تاني وبيسيبه وبيمشي. وبيحس كيم بعدها بخوف وبيقول لنفسه هما كلهم بيتصرفوا معاه بالشكل ده ليه. وبيفضل كيم طول ما هو ماشي بيقابلوا الطلاب كلهم وبيكونوا مستغربين وبيفضلوا يسألوا نفس السؤال وبيتضايق جدا وبيتأكد فعلا ان الاخبار انتشرت في كل حتة. وبيروح كيم بعدها يجيب الاكل ليه وهو خارج بيلاقي مجموعة شباب واقفين قصاده وواحد منهم بيقول له انت كيم صح. فبيستغرب كيم وبيقول له ايوه عم انا زفت. فبيقول للولد اهلا عامل ايه احنا الاوتسايدرز من الصفوف التانية، بمعنى تاني يعني احنا اسمنا الفاشلين برضو وبنعرف ان الاوتسايدرز دول ده اسم النادي بتاعهم. فبيتفاجئ كيم وبيسأل نفسه ايه ده مين دول كمان. فبيقول للولد احنا سمعنا اشاعات كده انك انت الفاشل اللي ضربت المتنمر سونج وبصراحة ده مخلينا فخورين جدا بيك. ده انا معرفتش انام امبارح من الفرحة. انت مش متخيل دي حاجة كويسة ازاي بالنسبة لنا احنا فاشلين برضو. فبيقول له واحد من الشباب ايوه هزيمة متنمر بالنسبة لنا ده معناه انك بطل كبير وانت من النهاردة البطل بتاعنا. فبيقول كيم لنفسه ايه العالم المهووسة دي وايه اللي هم بيقولوه ده اصلا. وبيجي 2 من المتنمرين واحد منهم بيقول للفاشلين دولت انتوا عندكم اجتماع يا فاشلين ولا ايه وسعوا كده خلينا نعدي. فبيبعد الفاشلين بسرعة علشان يعدوا وبيقرب القائد بتاعهم من ودن كيم وبيقول له احنا بصراحة كده بقى واخدينك قدوة لينا. فبيتوتر كيم وبيقول له شكرا. لكن الشاب بيكمل وبيقول له بص بس انا سمعت حاجة غريبة كده والكلام ده انا سمعته في الحمام. كان المتنمر اللي اسمه هونج بيقول لصاحبه الفاشل اللي هزم سونج دوت انا ههزمه لان لو هزمته ابقى كده هزمت سونج هو كمان. وبيكمل الشاب وبيقول لكيم واضح كده انه عايز يقوي سمعته عن طريقك لما يهزمك. عموما خلي بالك يا صاحبي. فبيقول كيم لنفسه انا صاحبك انت ليه يعني. وبعدين هو الكلام اللي بيقوله ده صح انا حاسس كده اني مش مرتاح. وبنروح بعد كده عند سطح بيت كيم وبيكون كيم بيلعب ضغط وليه قاعد على ظهره وبيزعق كيم وبيقول لها انا مش فاهم بجد والله هو انت بتعاملي ظهري على انه كرسي ليه. هو ظهري دوت الكرسي اللي جابهولك ابوكي ولا ايه يعني لازم تقعدي تاكلي فوق ظهري يعني حبكت ما تقعدي تاكلي في اي حته تانية. فبتقول له ليه ده انت فاشل قوي ما انت عارف ان مفيش اي كراسي على السطح هنا وانت عايز نقعد على الارض يعني ولا ايه وانت عبيط. فبيتفاجئ كيم وبيقول لنفسه دي مجنونه قوي. وبتكمل ليه وبتقول له وبعدين ده تمرين انت لازم تعمله يا فاشل واقعد ساكت بقى وبطل شكاوي بقى. فبيتوتر كيم وبيقول لها بص يا ليه بصراحه انا كده سمعت من الطلاب تانية ان في شويه متنمرين كده عايزين يهزموني. فبتقول له ليه وبعدين يعني. فبيقول لها كيم هو ايه اللي بعدين هو مش انا تلميذك يعني والمفروض تقولي لي انا اعمل ايه. فبتقول له ليه يا غبي الناس دايما بتحب تتحدى منتصر ولا انت عايز ترجع للوقت اللي كنت بتتعرض فيه للتنمر والضرب اصلك لو معرفتش تتعامل معاهم فهو ده اللي هيحصل لك. فبيتصدم كيم وبيعيط وبيقول لها ازاي يعني الحياه مش هتكون مسالمه بعد ما انا فزت انا مش مصدق بجد. فبتتضايق ليه وبتقوم من على ظهره وبتقول له بما ان الامتحانات خلصت امبارح فاكيد مش هيكون في اي دروس النهارده مش كده اصلا انا خارجه النهارده. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه دوت ده بمستوى مهارتك الدراسيه دوت ما ينفعش تاخدي ولا يوم راحه اصلا. ده لو حضرتك حابه تدخلي جامعه في سيول اصلا اعملي حسابك هيكون في درس النهارده انا عرفتك اهوت علشان تكوني مستعده وعامله حسابك اتنقلي ذاكري بقى علشان تاخدي البيت من جدك. فبتتعصب ليه وبتفضل تشتم وتسيبه وبتمشي. وبالليل بيكون كيم في اوضه ليه وقاعدين قصاد
الترابيزة وبيقول كيم للي بص يا لي، قبل ما نبدأ الدرس وريني الأول كده نتيجة الامتحان بتاعك. فبتتضايق لي وبتقول له ايه دوت يعني اوريك النتيجة بتاعتي ليه؟ فبيقول لها كيم تفتكري ليه مثلا؟ ما انا مش هعمل بيها قرطاس طعمية وبيعه يعني، فاكيد علشان اشوفك بتتنيلي تتحسني ولا لا. فبتروح ليه وبتطلع نتيجة الاختبارات من شنطتها وبتفضل تشتم في كيم وبتقول له ده انت مزعج قوي يا فاشل. فبيقول لها كيم انا مش هرفع سقف توقعاتي في النتيجة دي اصلا. فبيمسك كيم ورقة ليه وبيتصدم لما بيشوف الدرجات وبيزعق وبيقول لها ده ايه الدرجات المقرفة اللي انت جايباها دي؟ ده انت يا بنت واخدة نفس الامتحان اللي انا خدته ولا ايه حكايتك؟ ازاي بجد جبت الدرجات ديت؟ فبتقول له ليه دي غلطتك انت كمعلم، علشان انت المفروض تعلمني بشكل احسن، ولا انت متعصب مني انا في الاخر وخلاص ومش شايف المشكلة فيك انت؟ فبيقول كيم لنفسه وهو متفاجئ يخرب بيت بجاحة امك اللي فيك ديت. وبتكمل ليه وبتزعق وبتقول له انا ساعدتك انك تفوز في القتال يا فاشل، فالمفروض انت اللي تتحمل مسؤولية درجاتي ديت. فبتوتر كيم وبيقول لها انا اكيد بشكرك انك ساعدتني افوز في القتال، لكن برضو المشكلة في ان انا بدرس لك قد ايه، لاني مهما ادرس لك مش هيكون في نتيجة طول ما انت ما بتعمليش اي مجهود ولا بتذاكري. فبتقول له ليه نعم قصدك ايه؟ قصدك اني مش ببذل مجهود ومش بعمل اللي عليا؟ فبيقول لها كيم ايوه طبعا انت لازم تشتغل على نفسك اكتر من كده، لانك لسه ضعيفة جدا في الاساسيات، حتى لو هتوصل بيك انك ما تناميش عشان تذاكري، امال عايزة تدخلي جامعة في سيول ازاي يعني بمستواك دوت؟ فبتقول له ليه وهي بتزعق ازاي يعني مش عايزني انام؟ انت عايزني اموت ولا ايه يعني يالا؟ وازاي اصلا ما نامش ال10 ساعات في اليوم بتوعي عشان المذاكرة؟ بنت المحظوظ 10 ساعات انا نفسي انام نصهم اقسم بالله. المهم بتدخل ام كيم عليهم فجأة وهم بيزعقوا وبتقول لهم وهي مبسوطة انا حضرت ليكم تفاح مقشر علشان تاكلوا وانتوا بتذاكروا. فبتقوم ليه بسرعة وبتضحك وبتقول لها اهلا بك يا امي عاملة ايه؟ والله تعبت نفسك ومقشرة التفاح كمان، كتر خيرك والله، اعملي حسابك بقى المرة الجاية انا اللي هقطعه واقشره كمان. فبتقول لها ام كيم كفاية كلامك الحلو ده يا حبيبتي والله. وبيكون كيم مصدوم من تغيير ليه مفاجئ وبيقول لنفسه والله البت دي مجنونة قوي. وبتقول ام كيم ليهم ذاكروا كويس بقى يا ولاد. فبتقول لها ليه ما تشغليش بالك يا امي وروح انتي وارتاحي. واول لما بتخرج بيقول كيم ليه هو انت اصلا بتعرفي تقطعي تفاح؟ فبتقول له ليه لا طبعا يا غبي اهو كلامه خلاص بيتقال. فبيقول لها كيم ماشي خلينا نبدا دراسه بقى، اول حاجه هنرجع للاساسيات تاني. وبيشرح لها كيم وبيسالها فاهمه الجزء دوت ولا لا؟ فبتقول له ليه لا ما فهمتوش. فبتعصب كيم وبيقول لها ليه يعني مش فاهمه دي بسيطه جدا. فبتزعق ليه وبتقول له هو انت متخلف ما تشرح بشكل احسن من كده. فبيقول لها كيم ده انت مزعجه قوي. فبتزعق له ليه وبتقول له انت بتقول ايه يالا؟ وبيخلص كيم شرحه اخيرا في نهايه اليوم وبتقوم ليه وبتقول له تعالى معايا نص ساعه كده. وبينزلوا تحت في الشارع عند السلم البيت وبيقول كيم ليه انا نفسي اعرف انت ليه بتسحبيني هنا معاكي لما بتيجي تشربي الزفته دي؟ فبتقول له ليه علشان اخليك تخلي بالك من الطريقه متخلف انت، انا شفت الشرطه في الشارع هنا المره اللي فاتت. فبيقول لها كيم هو مش انت قلتي انك مش هتقول عليا فاشل لما افوز في القتال؟ فبتقول له ليه هو انا امتى قلت كده يا فاشل؟ فبيقول لها كيم ايوه انت قلت كده قبل القتال على طول. فبتقول له ليه ماشي يا عم انا هديك باسمك، كويس انك فزت في القتال يا كيم جاي يونغ. فبيتفاجئ كيم وبيتعصب عليها وبيقول لها كيم جاي يونغ انا اسمي كيم جاي هيوك، انت كمان مش عارفه اسمي لغايه دلوقتي؟ فبتقول له ليه وهتفرق فيه يعني اتنقل ورايا ام الطريق يا فاشل. وتاني يوم بيدخل كيم الفصل وبيفكر وبيقول لنفسه مش عارف بجد اخلي درجات ليه تبقى عاليه ازاي. وبيروح كيم علشان يقعد مكانه لكنه بيتفاجئ ان هونج قاعد مكانه. فبيقرب كيم منه بيقول له لو سمحت ده مكاني. فبيقوم وبيقول له كويس اني شفتك، ده انت شكلك عبيط قوي، بس انا لو هزمتك كده هبقى هزمت سونج مش كده. وبيوطي هونج وبيقرب من كيم وبيقول له ايه رايك ندخل في قتال؟ فبيتفاجئ كيم وبيقول له هو انا ليه ادخل في معاك قتال اصلا؟ انا ما عنديش سبب يخليني اقاتلك. فبيقوم هونج وبيرفع ايده وبيديله بالبوكس جامد في وشه وبيوقع على الارض وبيضحك وبيقول له احنا نقدر نخلي فيه اسباب علشان تقاتلني. وبيشيله هونج بعدها وبيفضل يلف بيه وفجاه بيقوم راميه على الديسكات وبيوقع على الارض. وبيقوم كيم من على الارض وبيمسك دماغه وبيقرب منه هونج وبيقول له ايه رايك بقى في اللي انا عملته فيك دوت؟ تحب نتقاتل دلوقتي؟ فبيترعب كيم وبيقول لنفسه انا ازاي اقدر افوز ضد شخص زي دوت؟ انا مش هقدر اقاتله. فبيضحك هونج وبيقول له يا راجل ده انت جبان قوي، فانا بقى ههزمك وزي ما قلت يبقى انا كده هزمت سونج كمان، ده النصر طعمه حلو قوي، اشوفك بعدين يا فاشل. وبيمشي هونج وبيسيبه وبيقول كيم لنفسه قال وانا اللي كنت فاكر ان التنمر خلاص خلص، ده انا عبيط قوي. وبتكون ليه قاعده وبتتفرج على اللي بيحصل وبتفضل ساكته وبتمسك موبايلها وبتبص فيه. وتاني يوم بيكون هونج ماشي في المدرسه وشايل كيم على كتفه ومقلعه هدومه وكاتب على صدره كلمه فاشل. وبيفضل هونج
يلف بيه في المدرسة وبيقول بصوت عالي للطلاب شوفوا الخدام بتاعي ايه رأيكم فيه. فبيعيط كيم وبيقول لنفسه انت ما قلتليش ان هبقى الخدام بتاعك لو مرضتش ان قتلك. وبيكونوا الطلاب واقفة وبتتفرج وبيقول واحد منهم هو الشخص اللي بيتضرب دوت مش هو ده اللي هزم سونج؟ فبيقول له صاحبه ايوه ده شكله بقى لعبة في ايد هونج خلاص. وبيخلي هونج واحد صاحبه يمسك كيم ويكتفه وبيمسك هونج عنكبوت كبير وبيكون عايز يدخله في بق كيم وبيضحك وبيقول له خد كله ده طعمه حلو قوي. وبيعيط كيم وبيقول له بس ارجوك ابعد عني انا بخاف من الحشرات جدا. فبيضربه هونج بالبوكس في وشه وبيقول له هو انا بهزر معاك يا متخلف انت ولا ايه؟ اعمل اللي بقولك عليه من غير ولا كلمه بدل ما امسكك اضربك. ولا انت شكلك مش عارف انا مين؟ انا هونج يا غبي وانت مش هتمشي من هنا بسهوله غير لما تسمع كلامي كله. وبيخلي هونج واحد صاحبه يفتح بق كيم بالعافيه وبيمسك العنكبوت وبيدخله في بق كيم وبيقول له ابلعه بقى يلا وقول لي بقى احساسك ايه وانت مش بتحب العناكب كده. فبيقول له كيم انت بتعمل معايا كده ليه؟ فبيقول له هونج علشان دي حاجه ممتعه بالنسبه لي. انا بصراحه كنت عايز اهزم سونج لك فانا فرحت انك هزمته يا فاشل علشان كده انا بتسلى بيك. وبصراحه انت مسلي جدا قوي وهفضل مكمل تنمر عليك كده. اصل الفاشلين اللي زيك مفيش سبب يخلينا نبطل تنمر عليهم. علشان كده الاحسن ليك انك تبقى الخدام المطيع بتاعي وتسمع كلامي من هنا ورايح ومن بكره تيجي الفصل بتاعنا علشان تخدم عليا. فهمت ولا لا؟ وبياخد هونج صاحبه وبيمشي من المكان وبيقول لصاحبه ايه رايك مش حاسس اني بقى عندي قوه خارقه؟ اصل الرجاله في بوسان عندنا كانوا دايما بيقولوا عليا كده. وبيفضل كيم قاعد لوحده وبيعيط وبيقول لنفسه بعد كل اللي انا عديت فيه واتضربت وفزت وفي الاخر مفيش حاجه اتغيرت غير ان المتنمر نفس اللي اتغير بس. وبالليل بيكون كيم في اوضه ليه علشان يذاكر لها وبيكون باين عليه قوي انه زعلان من اللي حصل الصبح وبيقول ليه يلا علشان نبدا الدرس. فبتكون ليه مش مركزه معاه اصلا وبصه في التليفون بتاعها وبتقول له ثواني هكلم صاحبتي واجي. فبيقعد كيم يستنى وبيقول لنفسه بعد ما انتصرت في القتال بالعافيه كنت فاكر للاسف ان التنمر هيقف لغايه كده لكن للاسف ظهر لي متنمر اسوأ منه. مش عارف هو انا المفروض اتقبل حاجه زي كده ولا لا؟ ده حجمه ووزنه مختلف تماما عن سونج. انا مش قادر افكر حتى في طريقه تخليني اتعامل مع الخنزير دوت واهزمه. فبيقول كيم ليه يا لي انا مش هقدر اهزم الخنزير دوت هتعرفي تساعديني؟ فبتقول له ليه لا طبعا يا غبي تقدر تهزمه. هو انت بتفكر ازاي مش فاهمه؟ اكيد في وسيله هتخليك تقدر تنتصر عليه. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها بجد هو في طريقه اقدر اهزم بيها الخنزير دوت؟ فبتقول له ليه ايوه بس يا ترى فاشل زيك هيقدر ينفذها؟ فبيتحمس جدا وبيقول لها ايه هي الطريقه قولي لي وانا هعملها. فبتبص ليه في موبايلها تاني وبتقول له بس دي حاجه صعبه جدا هتعرف تعملها؟ انا محتاجه بس شويه معدات علشان تقدر تعمل حاجه زي ديت. وبتحط ليه الموبايل بتاعها على ودنها وبيسالها كيم انت بتتصلي بحد؟ فبتقول له ليه ايوه فاكر بنت صاحبتي اللي قلت لك عليها هي ديت. فبيقول كيم لنفسه دي اللي هي النوع المفضل عموما مش وقته. وبتتكلم ليه وبتقول ايه يا ساره عامله ايه ده انت بتزعلي كده ليه؟ هو انت سكرانه؟ فبيتصدم كيم وبيقول لنفسه ايه ده دي استحاله تكون شبهي خالص دي المتنمره شبهها. فبتقول لي انا غيرانه بصراحه كان نفسي اكون معاكم انتوا معاكم ناس كتير. فبيقول كيم لنفسه هو ده وقته مش لما تفلحي في المذاكره الاول. وبتقول لي لساره طيب بص انا بتصل بيك علشان كنت محتاجه حاجه كده فاكره الواد الفاشل اللي قلت لك عليه قبل كده؟ انا محتاجه حاجه تانية علشانه دلوقتي انا هبعت لك التفاصيل في رساله دلوقتي وبعدين اكلمك. فبيفكر كيم وبيقول لنفسه هي ايه ممكن تكون الحاجه اللي احنا محتاجينها ديت؟ فبتقول لي لساره بتقول ايه عايزه ندي الموبايل للفاشل دوت؟ طب ثواني كده. فبيتحرك كيم جدا وبيقول لها لا انا مكسوف مش عايزه اتكلم. فبتقول لي انت مش هترد صاحبتي عندها فضول ناحيتك انت المفروض تحس بالفخر يا غبي انت. وبعدين دي جميله قوي. فبياخد كيم الموبايل وبيقول اهلا بيكي لكن بيسمع صوت ساره بتضحك وبتقول له انا سمعت عنك كتير يا فاشل انت فعلا ضعيف قوي كده ليه؟ قالت لي انك قصير ولابس نظاره يعني انت اكبر فاشل في الدنيا. وبتفضل ساره تضحك جامد وبتقول انا حاسه اني هرجع. فبيسمع كيم صوت واحده جنبها بتقول لها ابعد عن موبايل يا متخلفه انت هات الموبايل دوت. وبعدها بتتقفل المكالمه وبيكون كيم زعلان جدا وبتساله ليه هي قالت لك ايه؟ فبيقول لها كيم لا مفيش ما تشغليش بالك. وبيقول كيم لنفسه انا نفسي اعرف هي طلبت ايه. وبنشوف بعد كده تاني يوم ليه وهي واقفه مع كيم وبتقول له ان الصندوق ده هو اللي يخليك تفوز في القتال يا فاشل ويلا بقى افتحه. فبيفتح كيم الصندوق وبيتفاجئ وبيقول هي بالطريقه دي هفوز. وبنشوف بعد مرور 3 اسابيع كيم هو بيقاتل مع العجل دوت وبيقول له العجل ده هو متعصب ايها الصعلوك الصغير انت عاوز تتقاتل
بيقاتل معايا انا؟ انت شكلك اتجننت يلا. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده يلا؟ وبنشوف كيم لابس قفازات حرفيا اكبر من حجمه، وفي 2 متنمرين بيضحكوا على القفازات بتاع كيم وبيقولوا ايه اللي انت لابسه ده يا فاشل. وبيقول له العجل دوت هو انت مفكر نفسك رايح ملاهي يلا ولا ايه؟ انت جاي تهزر معايا؟ وبيفتكر كيم كلام ليه وهي بتقول له ان القفازات دي هي اللي هتخليك تفوز يا فاشل. وبنرجع فلاش باك ل3 اسابيع لورا لما كيم فتح الصندوق وشاف القفازات وبيقول ليه هي القفازات الضخمه دي هي اللي تخلينا افوز على الخنزير دوت. فبتقول له ليه ايوه خلاص بقى والبسهم. فبيقول لها كيم ماشي وبيلبسهم وبيقول لها القفازات دي كبيره جدا، هو انا اصلا اقدر اقاتل بيهم؟ فبتتعصب ليه وبتقول له هو انت لسه مش واثق فيها يا فاشل ولا ايه؟ فبيتوتر كيم جدا وبيقول لها انا حاسس انه هيتم التنمر عليا اكتر بسببها. فبتقول له ليه ده الكلام مع واحد فاشل زيك مزعج او بيصدعني. فبيقول لها كيم خلاص انا هعمل كده. فبتقول له ليه طب يلا نبدا، واول حاجه تعملها هي انك تصد العصايه دي بالقفازات اللي انت لابسها. فبيقول لها كيم احمس هو انت عبيطه يا بت ولا ايه؟ اصد ايه يا اختي؟ انت بتتكلمي جد ولا ايه؟ انا هموت لو عملت كده. فبتقول له ليه برضه بيرد عليا الكلمه بكلمتها يا ابني انت اكيد شفت الواد يعمل منك 5 وايده زي المرزبه وتقريبا هتكون بنفس قوه المضرب دوت، علشان كده لازم تصد الضربه من المضرب ده. فهمت يا فاشل ولا لسه؟ فبيرد كيم يا عيني وهو بيعيط وبيقول لها ايوه فهمت. وبعدين ليه بتضرب كيم جامد وبتطيره بعيد وبتقول له ليه وهي متعصبه يا فاشل انت جمد رجلك كده واثبت جامد في الارض، هو انت مفكر انك هتفوز لو فضلت تطير كده ولا ايه؟ انت في اللحظه اللي هتنضرب فيها ثبت رجلك جامد في الارض، وده تقريبا مش هينجح علشان انت فاشل، وده وقت انك تعمل تمارين جامده جدا، ولو مش عاجبك دوت روح اقعد جنب امك. فبيقول لها كيم لا انا هعملها، وبيبدا التمرين وبتخليه يعمل حركه البطه وهو رايح للمدرسه، وبتخليه يقعد على الهوا هو في الدرس، وبتخليه يعملها وهو بياكل. وبتقول له ليه استمر يا فاشل، وزي ما قلت لك يا فاشل اوعى تكلمني في المدرسه، وكمان ليه لما تحب تدخن بيكون كيم الكرسي. وبتقول له ليه انت لا فاشل انا حاسك مبسوط بالقعده دي. فبيقول لها كيم لا والله انا رجلي خلاص ما بقتش شايلاني. فبيقع كيم وليه بتقع فوقه. فبتقول له ليه انت تقصد تقع كده يا فاشل صح؟ ده انا هنفخك. فبيقول لها كيم انا ما قصدتش اعمل كده والله. وبعد اسبوعين من التمارين بنشوف ليه ماسكه المضرب وبتقول له كيم مستعد يا فاشل، وبتضربه جامد وبتقول له شاطر انت دلوقتي استحملت اهو. وبتقوم ليه ضربه تاني وتالت ورابع، وبتقول له كويس انك قدرت تقاوم لحد دلوقتي. وبتقول له ليه ادام انت قدرت تتصدى دوت فانت فرصتك تفوز على الخنزير ده هتكون 90%. وبنروح بعد كده للقتال، والعجل ده بيقول لكيم جاهز يا فاشل عشان افعصك زي الصرصار ولا لا؟ انت انتهيت يا فاشل. وبيجري عليه وبيضربه جامد، وكيم بيتصدر الضربه وبيقول كيم دي نفس قوه الضربه بتاعت ليه بس هو بيكون اقوى شويه، لكن انا اقدر اصدها برضه. والمتنمرين اللي بيتفرجوا بيتفاجئوا بيقولوا ايه دوت ده قدر يتصدى الضربه بجد بالقفازات دي شكلها سميكه قوي. فبيتفاجئ العجل ده وبيقول ايه ده انا افتكرت انه هيطير اول لما ياخد الضربه. وبتقول ليه لنفسها اعمل اللي علمته لك يا فاشل. وبنروح للعجل وبيكون متعصب جدا وبيقول لكيم طب حاول بقى تصد كل ده يا فاشل. وبيفضل يضرب جامد قوي بيقول وريني بقى تقدر تصد كام ضربه يا فاشل. وبيفضل يضرب فيه اكتر وبيقول كيم لنفسه وهو عمال يصد الضرب ده كله اضرب اكتر وهات كل اللي عندك يا خنزير. وبيفتكر كلام ليه وهي بتقول له لما كنت بروح الجيم انضربت من خنزير زيه قبل كده، والحاجه المشتركه بينهم انهم بيتعبوا بسرعه، فانت كل اللي عليك انك تتحمل لمده 30 ثانيه. وبنروح للعجل اللي بيكون لسه عمال يضرب كيم زي المجنون، وكيم بيكون بيتصدى لكل الضربات بتاعته لحد لما يعدي 30 ثانيه. وفعلا العجل ده تعب جدا وبينهك بسرعه، وبيقول له انت ازاي تتجرأ تستفزني كده؟ وايه هي خطتك انك تتصدى لكل دوت؟ وبيجري كيم بسرعه ناحيه العجل وبيضربه براسه جامد في دقنه.
وبيتفاجئ كيم ان العجل ده هيقع فوقه وما بيلحقش يهرب، والعجل فعلا بيقع فوق كيم. وبيقول كيم احيانا مش قادر اتنفس، وبيفوق العجل من الضربة وبيقول هو ايه اللي حصل، وبيقول مش مهم دلوقتي، انت امرك انت ايها الصعلوك الغبي. وبيفتكر كيم ليه وهي بتقول له افتكر كل حاجة انا علمتها لك يا فاشل، ومش مهم الخصم قد ايه قوي، ضربة الدهن هتخليهم يغمى عليهم، وكل اللي انت محتاجه ضربة واحدة بس وانت يا فاشل هينتهي امرك لو ضربة الرأس دي منفعتش. وبنروح لكيم وهو عمال يعيط وبيقول انا خلاص هموت، وبيقول له الخنزير انت امرك انتهى يا فاشل، وحاجة دلوقتي هي اللي فاضلة انك هتفضل تضرب لحد ما اشبع منك. وبيقول كيم احيت ضربة ما نجحتش، هعمل ايه دلوقتي؟ والمتنمرين بره عمالين يضحكوا على كيم وبيقولوا شوفوا الفاشل مرعوب ازاي. وبيجي واحد كده من وراهم وبيقول عدوني كده، وبيقول له المتنمر لو جاي متأخر اتفرج من ورا. وبعدين انت مين اصلا؟ فبيرد عليه وبيقول له انا طالب في السنة التانية، ويلا نتفرج سوا علشان زميلكم الكبير ملان شوية. وبنعرف ان ده اسمه هان فيليب وعمره 18 سنة. فبيقول له صاحبه اللي بيكون اسمه دانيال هو انت بجد شايف ان القتال ده جيد؟ انا جايب بس علشانك وما عنديش اي اهتمام بالقتال دوت. فبيرد عليه المتنمر وبيقول له ايوه انت زميلي الكبير اتفضل عدي. وبيروح فيليب يقف جنب ليه وبيقول هما الاتنين دول بيقاتلوا، ده هيكون ممتع قوي، وفي واحد ليه الافضلية علشان هو اللي فوق. ينفع كده يا دانيال؟ انا قلت لك نيجي بدري شوية. وبيقول له يا عم قلت لك ما كنتش عايز اجي اصلا. فبتقول لي لنفسها هما بيتكلموا بالانجليزي انا مش فاهمة حاجة منهم. وبيقول فيليب اخيرا هيعملوا حاجة هما. وبنروح عند العجل اللي بيقول لي كيم استعد بقى يا فاشل هموتك ضرب يلا، وبيضربه جامد في وشه. وبتقول لي لنفسها انت هتخسر كده يا فاشل، انت لازم تستمر في القتال. والعجل ماسك كيم وبينفخه ضرب وبيصرخ كيم جامد، وبيقول له العجل التوسل دلوقتي متأخر قوي. وبيفضل يضرب فيه وبيقول فيليب ده بيكون مؤلم جدا، المفروض نوقفهم، الواد ده هيموت. وبنرجع شوية عند ليه لما كانت بتقول لي كيم يا فاشل انت لو الخنزير ده وقع فوقك اعتبر نفسك ميت خلاص، فاوعى تتحط في الموقف دوت. فبيترعب كيم وبيقول لها مفيش طريقة بجد، طب والحل ايه؟ ابوس ايدك قوليلي. فبتقول له في طرق تخليك تفلت من الخنزير دوت لو وقع فوقك. فبيقول لها كيم طب قوليلي عليها علشان اكون عامل حسابي. فبتقول له طب قوم يلا يا فاشل. فبيقول لها كيم بجد هتعلميني؟ فبترد عليه وبتقول له بس هتتمرن كتير على الحركة ديت. وبتوري له ليه فيديو للحركة وبتشرحه له علشان يفهمها. فبيقول لها كيم دي صعبة قوي. فبتقول له ليه الخنزير ده وزنه اكتر من 100 كيلو ولو قعد فوقك هيموتك ضرب. وبنروح بعد كده عند الخنزير اللي بيكون لسه مكمل ضرب في كيم وبيقول له هو ده اللي هيحصل لك علشان مش عاوز تكون الخدام بتاعي. وبيفتكر كيم ليه وهي بتعلمه يعمل ايه، وبيفتكر الاذى اللي الخنزير ده عمله فيه وهانه. وبيفتكر تاني ليه اللي بتقول له لو بقيت في الوضع ده كل اللي عليك تعمله علشان تهرب اول حاجة ارفع رجل واحدة وبعد كده لف جسمك بكتفك زي كده، وبعد لما ترفع ركبتك الخصم هيفقد توازنه، وبعد كده ادفع نفسك لمكان فاضي واهرب. وبنروح لكيم اللي عمل الحركة دي وقدر انه يهرب من تحت الخنزير. وبيقف كيم وبيقول لنفسه انا هربت من تحت الخنزير ده اخيرا. وبيجري عليه بسرعة وبيضربه جامد في دقنه والكل بيتفرج ومتفاجئ من اللي بيحصل. وبيقول حلو قوي ده قدر يضربه بالقفازات دي. وواحد بيقول ده مضحك قوي انا افتكرت انه حلو بس في التصدي بس طلع بيعرف يضرب كمان، بس بجد الضربة دي هتكون مؤلمة بسبب القفازات دي. وبيجري كيم تاني وبيفضل يضرب في العجل دوت. وبيقول كل اللي المفروض اعمله هو ان افضل اضربه والكل بيتصدم من اللي بيشوفوه. وبيكون الخنزير ده بيطلع دم. وبيقول فيليب جامد قوي ده قدر يضربه يخليه ينزل دم كمان. وبيجري كيم وبيفضل يضربه بسرعة جدا. وفي واحد بيقول ايه الحركات الغبية دي وبيفضل يضحك، وفجأة بيمسك العجل القفازات من كيم وبيقول له انت خلصت لعب يا غبي ولا لسه؟ وبيتفاجئ كيم جدا وبياخد العجل ده القفازات من كيم وبيلبسها وبيقول له خلينا استخدم القفازات دي انا كمان يا فاشل. وبيعيط كيم وبيتوتر جدا والعجل بيجري عليه وبيقول له انا هعجنك ضرب. وبيترعب كيم وبيقول احي انا هعمل ايه دلوقتي؟ وبيضربه جامد وبيطيره لبعيد.
وبيضحك عليه فيليب وبيقول هو كمان مفكر انه هيقدر يتصدى ليها ولا ايه. وبيطير كيم ناحية بنته وبيقول لو ضربني تاني هموت، والبنت بتقول له انت بتبص على ايه يا منحرف انت. وبيقوم كيم بسرعة وبيعتذر ليها وبتقول لي لنفسها انت بجد عيل غبي وفاشل. وبيقول دانييل فجأة الغبي العجل دوت هيكون الافضل انه يخلع القفازات ديت. وبيقول فيليب انت بتتكلم عن ايه، انت كنت بتتفرج برضه صح، اعترف. وبتقول لي لنفسها الاتنين دول مزعجين قوي من ساعة لما وصلوا، والعجل بيكون فرحان بالقفازات وعمال يهز ايده بيها. وبيقول هو الغبي دوت كان بيستخدم دول ازاي. وبيقول له يا فاشل القفازات دي تنفعني اكتر منك مش كده برضو، يلا بقى علشان انهي القتال ده بسرعة. وكيم بيهدي نفسه وبيضرب لكمات في الهواء وبيتفاجئ وبيقول لنفسه هو انا اللي حاسس ان لكماتي بقت اسرع من الاول. وبتقول لنفسها اخيرا خدت بالك يا فاشل، انت عارف وزن القفازات دي كانت 10 كيلو اصلا، والاثقال اللي كنت بتتمرن عليها علشان تقاتل سانج كانت 2 كيلو بس، وغير دوت انت كنت بتواجهني انا وانت كنت شايل في ايدك 10 كيلو، يلا بقى يا فاشل قاتل بجدية. وبيقول العجل ده بصوت عالي ده انا هطير دماغك الصغيرة دي من مكانها. فبيتوتر كيم وبيقول يا لهوي انا هعمل ايه دلوقتي، هو انا هقدر اتفادى ضربات الخنزير دوت. وبينجح كيم فعلا انه يتفادى الضربة، وبيقول الضربات بتاعته بقت ابطأ من الاول وعلشان كده قدرت اتجنبها. وبيستعد كيم انه يضربه وبينجح وبيضربه جامد قوي في وشه. وبيقول فيليب الضربات بتاعته بقت اسرع من الاول. وبيتعصب العجل تاني وبيقول له ايها الصعلوك ده انا حتى ما حسيتش بالضربة بتاعتك. وبيضربه لكن كيم بينجح انه يتفادى الضربة تاني وبيفضل كيم يضربه جامد في وشه. وبيقول له العجل ضرباتك دي عاملة زي الدبانة يا فاشل. وبيقول فيليب مع انه لكمته سريعة بس مش قوية علشان توقع العجل دوت. وبيقول له دانييل دوت علشان فرق الوزن بينهم، ولو معرفش يتغلب على المشكلة دي هيتم سحقه. وبيفتكر كيم كلام ليه وهي بتقول له لو قفازات ما بقاش ليها فايدة لازم تقاتل بايدك، ولو الموضوع وصل لكده فانت المفروض تعمله علشان العجل ده وزنه كبير قوي، فانت لو ضربته في اي مكان كده هو مش هيحس بحاجة علشان عنده دهون كتير قوي، فانت المفروض تضربه في مكان ما فيهوش دهون كتير. فبيقول لها كيم ايه هي الاماكن ديت، فبتقول له استهدف ركبته. وبنروح عند كيم اللي بيكون بيجري ناحية العجل دوت وبيضربه جامد في ركبته. فبيتفاجئ فيليب وبيقول ايه ده بيستهدف المفاصل، اكيد الضربة دي جامدة جدا. وبيتوجع العجل جدا وبيقول له ايها الصعلوك انت بتضرب ركبتي، ده الضربة دي بتزغزغني يلا. وبيضربوا العجل لكن كيم بيتفادى الضربة تاني وبيقول لنفسه الخنزير ده الضربات بتاعته عمالة تكون ابطأ واضعف من الاول. وبيضربه جامد في وشه وبيضربه تاني في ركبته وبيفضل يضرب ركبته كذا مرة ورا بعض لحد لما ركبته تورم. وبيتفاجئ واحد من المتنمرين وبيقول الحق ده ركبته احمرت وورمت. وبيتعصب العجل جامد وبيخلع القفازات وبيفتكر كيم ليه وهي بتقول له بعد لما تضربه في ركبته هيحس بخوف، واول لما يحصل كده استهدف مكان تاني ما فيهوش دهون برضه. وبتشاور ليه على مكان وبتقول له هنا في راس المعدة. وبنروح عند كيم اللي بيضربه جامد في راس المعدة وبيقعد العجل يتألم جدا. وبيفتكر كيم لما ليه ضربت الواد بركبتها في دقنه، فبيعمل نفس الحركة مع العجل دوت وبيقع على الارض ومش بيتحرك. وكيم بيقول لنفسه انا فزت اخيرا على الخنزير دوت، والناس بره مش مصدقه ان كيم فاز. وبيقول له ان فعلا الخنزير ده فقد الوعي. وبتقول لنفسها فزت بالعافيه برضه يا فاشل، لسه قدامك طريق طويل. وبيقعد فيليب يضحك جامد وبيقول الواد ده شكله في الحضانه علشان فوزه مضحك جدا، مش كده برضه يا دانييل؟ انا سعيد جدا علشان حضرت القتال دوت. فبيقول له دانييل وهو ماشي انت مريح دماغك ودي مشكله عندك. فبيقول له فيليب طب انت رايح فين؟ فبيقول له رايح الاجتماع اللي احنا سبناه، وفي واحد بيكون اسمه هانسول وبيقول الخنزير هوانج خسر. مستحيل، انا مش مصدق اللي انا شايفه، يخرب بيت الفشل ده مقرف قوي وازاي خسر اصلا. وبيقول كيم لنفسه الحاجه المتبقيه دلوقتي ان اهرب بجلدي. وبيهرب كيم بسرعه قبل ما حد يمسكه، وشله الفاشلين بيكونوا واقفين وبيقولوا احنا كنا عارفين انك هتفوز يا بطلنا. وبيقولوا لكيم انت سامعني، انا كنت حاسس اني بتفرج على انمي. وفي واحد بيكون بيصور كيم وبيقول له يخرب بيتك ما تتكلم
تتكلمش بصوت عالي، المتنمرين لو شافونا هيشلوحونا. وفي بنت بتيجي وبتقول لنفسها فاشل كان الكل بيتنمر عليه، هذا متنمر ووشها بيحمر جدا وبتقول ده جامد قوي. وبنعرف ان اسمها يونغ مين. وبعد كده بنروح لمكان كله متنمرين، وفي واحد بيقول امبارح بالليل كان ممتع قوي، وبيقول له واحد تاني هو انت ما بعتش حصتك ولا ايه؟ فبيرد عليه بيقول له لا يا عم الشرطة كانت في كل حتة وما عرفتش. وفي واحد تاني بيتكلم وبيقول انتوا عايزين نروح نشرب بعد كده؟ والبنت اللي قاعدة جنبه بتقول له ده حلو قوي يلا بينا. وبنعرف ان المكان ده اسمه اتحاد المتنمرين لا يقهر. وفي واحد بيقول هو الرئيس هيجي امتى؟ فواحد بيرد عليه وبيقول له ايه ده هو الوقت لسه ما جاش. وفجأة الباب بيفتح وواحد بيقول اخيرا وصل، وبيدخل. وبنعرف ان الرئيس بيكون فيليب اللي كان بيتفرج على كيم وبيعتذر على التأخير. ودانيال بيكون الرقم 2 في الاتحاد بعد فيليب. وبيقول فيليب احنا وقفنا في الطريق عشان كان في حاجة ممتعة قوي بتفرج عليها. ففي واحد منهم بيقول له ان في طالب جامد ظهر، مش ده سبب القتال اللي انت كنت عاوز تشوفه النهارده؟ وبيكون هوانج. فبيقول له فيليب انه جيد لكنه خسر. فبيرد عليه الشخص التاني ايه ده خسر؟ طب كده المفروض نسعى ورا الشخص اللي كسب ده صح؟ فبيقول له فيليب المنتصر مش متأكد انه جيد، بس كل اللي انا عارفه انه مضحك جدا. فبيرد عليه الشخص دوت وبيقول له المهم المفروض ندور ورا الشخص اللي كسب دوت. طب اروح اشوف انا ولا ايه؟ فبيقول له فيليب لا استنى خلينا بس نراقبه دلوقتي ونشوف هيكون اقوى من كده ولا لا، خلينا نستنى ونشوف. وبعد كده بنشوف كيم ولي قاعدين في الغرفة بيذاكروا، وبتكون لي محبطة جدا. وبيكون كيم بيفكر وبينده على لي. فبتقول له عاوز ايه؟ فبيقول لها في حاجة عاوز اخد رأيك فيها. فبتقول له لي عاوز تاخد رأيي؟ فبيقول لها كيم ايوه هو كان عدى 3 ايام بعد ما هزمت الخنزير دوت، وفي حيوان صور القتال ونشره، ودلوقتي المدرسة كلها بقت عارفاني، حتى الطلاب اللي في المدارس التانية بقت عارفاني، والناس عمالة تخبط فيا كل شوية. وبيعيط كيم وبيقول لها اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا لفت انتباه ناس كتير. وبتندى عليه لي وبتقول له هو انت مش عارف ده يهبل ولا ايه ان المنتصر دايما بيتقارن بالشرف والشهرة؟ فبيقول لها كيم ايه ده انا لا عاوز شرف ولا عاوز شهرة، الناس كلها بقت تشوفني عاوزة تقاتلني وانا عمال ارفض، هو ليه دوت بيحصل لي مع اني دايما المنتصر؟ وليه الناس مش عاوزة تسيبني في حالي؟ فبتقول له ليه ده كله بيحصل عشان انت لسه فاشل وغبي وحمار. فبيقول لها يا كيم ايه ده انا لسه فاشل؟ انا كنت فاكر اني اتحسنت شوية. فبتقول له ليه ايه دوت هو انت مش بتشوف المراية ولا ايه يا فاشل؟ انت لسه قدامك طريق طويل جدا. فبيقول لها كيم طب امتى مش هكون فاشل؟ فبتقول له ليه لازم تكون قوي جدا علشان ما تجرأش حد يجي ويعمل معاك مشاكل، ولو بقيت فعلا قوي جدا مفيش حد هيتجرأ يقرب منك، فاي حد يجي يطلب منك قتال اوعى ترفض، قاتل وساعتها انتصر انتصار ساحق. فبيتفاجئ كيم وبيقول فوز ساحق. وبنروح بعد كده لهانسول وهو مطلع دماغه من العربية زي اللهبل كده، وصاحبه بينده عليه وبيقول له انت جبت العربية الجامدة دي منين؟ فبيقول له يا عم انا خدتها من ابويا لما كان نايم. فبيقول له صاحبه حلو قوي ابوك مع عربية جامدة. فبيقول له هانسول طبعا يا ابني ده صرف فلوسه كلها على العربية ديت وهو دلوقتي مفلس وفقير. فبيضحك صاحبه جامد. فبيقول له هانسول انت مالك اسكت بقى وسيبنا نتنك شويه بالعربيه ديت. وبيدوس بنزين جامد وبيطير على الطريق. فبيقول له صاحبه انت بقيت حلو قوي في السواقه. فبيقول له هانسول انا عارف اني جامد، انا اتخطيت دلوقتي ال 200 كيلو في الساعه. فبيقول له صاحبه اخبارك ايه في الثانويه؟ انت الوحيد منذ المدرسه المتوسطه رحت ثانويه يونغ، هي المدرسه دي مش صعبه عليك وهتلاقيك بتتعرض للتنمر هناك مش كده؟ فبيقول له هانسول انت عبيط ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا فاشل؟ بطل عبط يلا، هو انت نسيت ولا ايه؟ انا كنت المتنمر رقم 2 في المدرسه المتوسطه. فبيقول له صاحبه يا غبي انت نسيت ولا ايه؟ انت كنت رقم 2 علشان كنت بتخدم على طايسيك رقم 1، ده انت حتى ما دخلتش قتال ولا مره قبل كده. فبيقول له هانسول انت بتقول ايه يلا؟ القتال ده للاغبياء بس، وما تقوليش ان كنت خدام عنده، فاهم ولا لا يلا؟ دي كانت عباره عن مصالح متبادله يا غبي. فبيقول له صاحبه طبعا انا عارف من غير ما تقول. وبيقول له هانسول طبعا كنا بنحبي بعض، احنا كده المفترسون، انا بس كان لازم ابان اني المفترس. وبيضحك صاحبه وبيقول له طب انت عملت ايه بقى على كده؟ وبيقول له هانسول انا بس كنت بدور على واحد غبي ومسكين واحط عليه جامد، ولكن مش مجرد خاسر وفاشل، انا كنت بدور على واحد كبير وصاعد، شخص هيخلي سمعتي تكون
بيكون في العالي، انا بخليه يعمل شهرة كبيرة وانا اجي اكل لحمه. فبيقول له صاحبه وهو بيضحك طب قول لي بقى هتطبخ اللحمة دي ازاي وانت المفروض تقاتل؟ فبيقول له هانسول ما انا اتمرنت على الملاكمة. فبيقول له بجد؟ فبيقول له هانسول لمدة 6 شهور. فبيضحك صاحبه جامد وبيقول له طب هو اصلا في خاسر بالمواصفات دي في مدرستك؟ فبيقول له هانسول طبعا في واحد، وبيفكر في كيم وبيقول سانغ سيء السمعة وهوانغ من بوسان انت كنت محظوظ قوي لما فزت عليهم، وبعد كل دوت شهرتك عليت قوي وده هو كل اللي انا عاوزه. وبنروح بعد كده للمدرسة وبيشوف هانسول كيم هو ماشي وبيقول في نفسه هو ده الفاشل بتاعي. اخر حاجة وقفنا عندها لما هانسول شاف كيم وقال الفاشل بتاعه هوت، وبعد كده بيمشي هانسول لعند كيم وبيسلم عليه وبيقول له انا هانسول من الصف السادس عارفني؟ فبيقول له كيم لا انا معرفكش. فبيقول له هانسول مش مشكلة انا كنت الوحيد من المدرسة المتوسطة جيت هنا علشان كده ما تعرفتش على اصدقاء كتير، عندك مشكلة نكون اصدقاء؟ فبيتوتر كيم جدا وبيقول له اكيد طبعا، وبيقول لنفسه هو ايه اللي حصل فجأة دوت ده تقريبا وشه مش غريب عليا. فبيفتكر انه الشخص اللي جاله وقال له هو انت اللي هزمت سانغ مش كده؟ انت اكيد فزت بالحظ. فبيستغرب كيم وبيقول بس هو ليه اتغير فجأة كده؟ ولسه هانسول هيقول له يا فاشل بس لحق نفسه بيقول له انا كنت معجب بيك جدا. فبيتفاجئ كيم وبيقول معجب؟ فبيقول له ايوه انت فاكر القتال اللي كان من كام يوم كده؟ انا كنت بحب الافلام جدا والحركات بتاعتك شبه الافلام جدا وكنت دايما بتتفوق على الخنزير دوت، انت كنت جامد قوي. فبيتوتر كيم جدا وبيقول هو انا كنت جامد قوي كده؟ فبيقول له هانسول ايوه كنت جامد قوي، هو انت ما بتسمعش الناس بتقول عليك جامد الايام ديت؟ فبيقول له كيم لا انا اول مره حد يعبرني اصلا. وبيقول كيم لنفسه انا سمعتها بس من امي ودلوقتي انا بسمعها من حد تاني، انا حاسس ان قلبي هينط من الفرحه. فبيقول له هانسول انت اسمك ايه بقى؟ فبيقول له كيم انا اسمي كيم جاي هيوك. فبيقول له هانسول اسمك حلو قوي يا عم، يخرب بيت التطبيل يا عم هانسول ده انت غلبت احمد موسى كده. المهم بقى بيقول له هانسول خلينا نكون اصدقاء. فبيرد كيم زي اللهبل وبيقول له اكيد طبعا، وبيقول له كيم انت قلت ان اسمك هانسول صح؟ فبيقول له ايوه. فبيقول كيم لنفسه اصدقاء امتى اخر مره سمعت الكلمه ديت؟ والشخص ده عكس خالص شكله، الظاهر كده قلبه طيب، ده انت غبي قوي يا كيم وفاشل والله العظيم زي ما لي قالب بالظبط. المهم بيقول له هانسول المره الجايه بقى ابقى احكي لي عن قتالاتك يلا اشوفك بعدين. ويمشي وبيودعه كيم وبيضحك هانسول وبيقول الغبي ده خلاص وقع في الفخ، قال ايه انا صديقه ده انا هفضل اطبل له كده كتير وبعدين اكله في لقمه واحده. وبعد كده بنروح لكيم اللي بيكون في اوضه ليه وبيذاكر لها. فبيقول لها كيم يا بنتي فهمت دي ولا ايه؟ لو فهمت دي كويس هتكون قريبه من مستوى المدرسه المتوسطه. فبتقول له ليه طبعا فاهمه. فبيقول لها كيم حلو طب يلا نحل السؤال اللي في الكتاب. وبعد كده بنشوف ليه وهي بتحاول تحل السؤال وكيم قاعد بيفكر وبيكون مبسوط جدا من اللي حصل معاه وبيقول دي اول مره حد يقول لي فيها انت جامد، وكمان قال لي انه عاوز يكون صاحبي، ده انا كنت خلاص قربت انسى انه في صداقه. فبيسال ليه وبيقول لها هو ايه يعني صداقه؟ فبتقول له ليه انت بتتكلم بجد يلا ولا ايه حكايتك انت؟ ما تتكلم بشويه عقل شويه يا غبي انت. فبيعتذر كيم وبيسكت وبيقول لها مره واحده صحيح يا ليه انا نادرا لما اشوفك بتتمشي مع حد، هو انت ما عندكيش اصدقاء؟ فبتقول له ليه اصدقاء ايه يا عم انت؟ هي ناقصه وجع دماغ، انا جيت سيول علشان اخش كليه مش جاي اتمرقع في كل حته مع اصحابي، انا اكتفيت بالاصدقاء اللي في مدينتي القديمه ومش عايزه اصدقاء تاني. وبمناسبه الاصدقاء المفروض تكون وصلت دلوقتي. وبيقول لها كيم ايه ده انت بتتكلمي عن مين؟ فبتقول له انا عزمت صاحبتي تيجي هنا وانا قلت لامك وهي وافقت. فبيقول لها كيم مين دي؟ فبتقول له صاحبتي يا عم اللي قلت لك عليها قبل كده هي جايه هنا. فبيرن الجرس فجاه وبتقول لي شكلها جت اهي. وبيقول كيم ايه ده هي لحقت تيجي؟ فبتقول له ليه ما انا قلت لك يا غبي يلا روح افتح الباب. وبيكون الجرس بيرن كتير قوي وبيجري كيم بسرعه على الباب علشان يفتحه وبيفتح ليه الباب وبيقول صديقة ليه اللي عندها قلب كبير وبتضحك ساره بتقول هو ده انت؟ ده انا سمعت عنك كتير قوي، مبسوطه جدا اني جيت قابلتك اخيرا. وبتقول ايه ده ليه كان عندها حق انت بجد فاشل قوي وبالنضاره دي انت شبه المنعزلين. فبيقول كيم لنفسه ايه اللي البت بتقوله ده؟ هو ده كلام تقوليه لحد لسه اول مره تشوفيه؟ وليه صوتك عالي قوي كده؟ انا حاسس ان دماغها هتفرقع خلاص. وبتنزل ليه وبتسلم على ساره وبتجري ساره على ليه وبتحضنها وبتقول لها وحشاني قوي. فبتقول لها ساره انت عندك حاجات اتغيرت. فبتتحرج ليه وبتقول لها انت بتقولي يا متخلفه انت. فبتقول لها ساره اكيد ده بسبب صديقك المقرب الجديد
نسيت. فبتقول لها ليه؟ وايه دخل صديقي المقرب اصلا بتغيير الحاجات؟ فبتقول لها ساره هتتغيري كتير بما انك وقعتي في الحب. فبينصدم كيم من اللي عمال يسمعه، وبتقول لها ليه بطلي بقى وتعالي معايا في مكان بيبيع فراخ حلوه قوي. فبتفرح ساره وبتقول لها ليه صحيح نسيت، اللي هناك ده بيكون كيم الفاشل اللي كلمتك عنه. وبتقول لها ساره ما انا عرفت اول لما شفته. وبتقول لها ليه؟ وتعرف ان نوعه المفضل بيكون اللي شبهك. وبتقول لها ساره بجد؟ وبتقول ساره لكيم تعالى احضنك. فبتحرج كيم جدا وبيقول ايه اللي انت بتقوليه دوت، انت مجنونه يا بنت انت. فبتضحك ساره جدا وبتقول ايه ردة فعلك حلوه قوي يا فاشل. وبتجري عليه وبتحضنه جامد وبتوقعه على الارض وبتخنقه جامد. وبتقول له دي حركه خنق الرقبه ايه مش عارف تفكها ولا ايه؟ وبيعيط كيم وبيقول انا مش عارف اهرب، انا ما اتعلمتش ازاي اهرب من الحركه ديت، وحياة امك فكيني مش قادر اتنفس يخرب بيتك. وفجاه كيم بيفقد الوعي وبتيجي ليه وبتقول له اصحى يا فاشل انت. فبيتخض كيم وبيقول هو انا ليه واقع على الارض كده؟ فبتقول له ليه انت اغمى عليك يا غبي، ويلا بسرعه اطلب فراخ وحاسب كمان. وبيقول لها كيم وليه يعني على حسابي انا مالي انا؟ فبتقول له ليه يا عم هبديك الفلوس لما اخد البيت من جدي. فبيجيب كيم الاكل وبيقعدوا ياكلوا وبيقول كيم هي امي هتيجي امتى؟ فبتقول له ليه هو انت ما سمعتش هي قالت ايه؟ امك هبت في الشغل 3 ايام. فبتقول له امك قالت لي اقول لك. فبيعيط كيم وبيقول لنفسه يعني ام قالت لي ليه وما فكرتش حتى تقول لابنها. وبتقول ساره لليه انت تعرفي بقى ايه اللي يمشي مع الفراخ ديت؟ مشروب. وبينصدم كيم وبيقول مشروب؟ فبتقول له ليه اخرس يا فاشل انت وخلي ده سر فاهم ولا لا؟ فبتقعد ليه وساره يشربوا، وبعد كام ساعه بنشوف ليه وساره نايمين. وبيقول كيم حتى لو شربتوا كتير لازم تناموا بشكل كويس. وبينده على ليه علشان تطلع على السرير. فبتقول له ليه شيلني. فبيشيلها كيم وبينيمها على السرير. وفجاه بتيجي ساره من وراه وبتقع فوقه، وليه وساره بيحضنوا جامد وكيم مش عارف يفك نفسه علشان يطلع. وتاني يوم بتنده ليه على كيم وبتقول له يا فاشل انت ايه اللي منيمك هنا يا غبي، انت عاوز تموت ولا ايه؟ فبيتحرج كيم جدا وبيقول ايه ده انا ايه اللي منيمني هنا، انا اسف جدا. وبتقول ساره انت قليل الادب يا فاشل، انت لو كنت عايز تنام هنا كنت عرفنا. وبعدين بينزلوا علشان يفطروا. وبتقول ساره صحيح انا سمعت انك بتتعلم فنون القتال يا فاشل، ايه رايك تقاتلني قبل ما امشي؟ فبتقول لي حلو ده هيكون ممتع قوي. وبتقول لي ساره كويسه جدا في فنون القتال وهي اتمرنت في النادي زي برضه. وبيقول كيم تمام، وبيقول لنفسه حلو ده انا لازم اقاتل مع ناس كتير علشان اكون اقوى. وبنروح على السطح وبيكون كيم وساره مستعدين للقتال، وبيستعد كيم للقتال. وبيشوف كيم ساره وبيقول هي ليه مش واخده وضعيه دفاعيه. وبتقرب ساره من كيم وبتمسك ايده وبتقول له ايه هو انت مش هتضربني ولا ايه؟ فبتحرك كيم جدا، لكن فجاه ساره بتضربه جامد في وشه وبتوقعه على الارض. وبتضحك ساره وبتقول له خليك بعد كده مركز في القتال وبس وما تفكرش في اي حاجه تانية. وبيقول لها كيم وهو على الارض ايه اللي انت عملتيه ده، بتهاجمني مره واحده كده ليه يا بت انتي؟ فبتضحك ساره وبتقول له احنا دلوقتي في قتال انت لما كنتش مركز. فبتقول لي لكيم ما تركز يا فاشل انت وما تركزش في اي حاجه تانية. فبيتوتر كيم جدا وبتضحك ساره عليه جامد وبتمد ساره ايديها وبتقول لكيم يلا تقدم. فبيتعصب كيم وبيقول لنفسه ما تتريقش عليا يا بت انتي، بس هي ليه مد ايديها بالشكل دوت وانا ما عنديش اي فكره عن سبب كده، انا هبدا بضربات مستقيمه وهشوف. فبيضربها كيم لكن ساره بتصد الضربه بسهوله جدا. فبيقول احمس دي صدت الضربه عادي جدا وبيقول هجرب تاني. فبيجري كيم عليها وعمال يضربها لكن ساره بتتصدى لكل ضرباته. فبينصدم كيم وبيقول احمس دي عماله تصد كل الضرب بتاعي. وبتضحك ساره جامد وبتقول له انت بطيء قوي يا فاشل. وبيقول كيم هي كل مره بتتصدى للضربه وبترجع ورا. وبيقول هي دلوقتي بعيده انا اقدر اهاجم دلوقتي. فبيجري كيم علشان يعمل الحركه بتاعته وبيضرب كيم اول ضربه وبيقول مش مهم لو جت فيها او صدتها علشان الهجوم الحقيقي هيكون بايدي التانيه. ولسه كيم هيضربها لكن ساره بتضربه جامد في وشه وبتطبقه. وبيتفاجئ كيم وبيقول ازاي الضربه بتاعتها جت الاول. وبيكون كيم مغمى عليه وفي حد بيصحي فيه وبيفتح كيم عينه وبيقول هو ايه اللي حصل. وبيلاقي حد حاطط رجله في مناخيره وبتكون ساره اللي بتعمل كده. فبيصرخ كيم وبيقول ايه اللي انت بتعمليه ده متخلفه انتي. فبتضحك ساره جامد هي وليه وبيقول لها كيم هو انت مجنونه يا بت انت ازاي تحطي رجلك هنا. فبتضحك ساره تاني وبتقول له انت اغمى عليك يا اهبل من ضربه واحده بس، يلا نبدا تاني يا فاشل. فبيقول لها كيم يلا بينا. فبيقول كيم لنفسه هو ايه اللي انا عملته غلط، ده انا مش قادر حتى اضربها ضربه واحده بس. فبتقول له ليه يا فاشل انت لحد دلوقتي مش عارف تشوف الفرق، شوف وضعيه ساره كده. فبيتفاجئ كيم وبيقول لها وضعيه ايه دي. فبتقول له
ليه ايديها اليمين ورجليها اليمين في المقدمة، وفي القتال دايما بتخلي ايدك ورجلك اللي بتضرب بيهم في الخلف، وده معناه ان سارة بتضرب بالشمال مش اليمين، علشان كده تعتبر سوسياو، ودي بتكون رياضة كل اللي فيها بيستخدموا ايديهم الشمال بس. فبيقول لها كيم يا ليه هو انت تعرفي حتى تنطق الكلمة دي؟ فبتتعصب ليه جدا وبتقول له هو ده مهم دلوقتي يا فاشل انت؟ المهم دلوقتي انت اكيد بتحس ان سارة بعيدة عنك وانت بتقاتلها صح؟ وقت لما بتقاتل اتنين بيستخدموا ايديهم اليمين بتكون رجل الاتنين قريبة من الخصم، وسبب ده لما يكون مكان الرجل قريب من الخصم يقدر كل واحد من الخصمين يقرب من التاني بسهولة جدا، وده بيخلي مسافة الضرب قصيرة. لكن لو تواجه اتنين بيستخدموا ايد الشمال وضع الرجل هيختلف عن المرة اللي فاتت، وبسبب ده صعب عليك تأثر المسافة وبيخلي الضربات بعيدة، واحيانا عند القتال لازم تحصل على موضع قدم افضل عشان تأثر المسافة. فبيقول لها كيم انا مش فاهم اي حاجة من اللي انت قلتيها. فبتقول له ليه عموما الشخص اللي بيستخدم ايده الشمال بيقاتل بحيث يستغل افضلية المسافة البعيدة، عشان كده اللي بيستخدموا ايدهم الشمال بيخلوا مسافة بينه وبين الشخص اللي بيستخدم ايده اليمين اثناء القتال. انت شفت سارة بتتصدى لكل هجماتك بايديها القيادية مش كده؟ وبعد لما بتصدى لكل هجماتك بترجع لورا علشان تحافظ على مسافة بعيدة، وعلشان كده بتحس ان مكان رجلها بعيد لكنها في الحقيقة قريبة، وانت زي اللهبل انخدعت وبدأت تجري عليها علشان كده خدت في وشك جامد. والاعصر دايما معروف انه مضاد للهجوم، وهم اصلا بيقاتلوا في فن قتالي يهدف الى انهاء النزال بضربة واحدة بس، وبيتفاجئ كيمو بيقول بيهدف لانهاء القتال بضربة واحدة بس، ده حلو قوي. وبتكمل لي الكلام وبتقول اصلا الاعصر نادرون جدا، فالنزال ضد سارة تجربة مفيدة جدا ليك. فبيقول لها كيم تمام، وبيقول لنفسه الاعصر صعب جدا التعامل معاهم، انا ما خدتش بالي علشان انا ما قاتلتش معاها قبل كده. فبتمسك سارة ايد كيم تاني وبتديله بالبوكس جامد في وشه، وبتقول له هي بتضحك يلا نبدا من الاول. فبيقول لها كيم يخرب بيت امك وانت ليه دايما بتهاجميني فجأة كده؟ فبتقول له سارة القتال بجد قصادي هيساعدك كتير في القتالات اللي بعد كده. فبتضربه جامد تاني في وشه وبتطيره بعيد، وبتقول له لسه ما خلصتش. فبيقول لها كيم يخرب بيت امك خلاص انا اتنفخت ضرب. وبعد كده بنشوف هانسل وهو ماشي في المدرسة ومعاه كرة سلة، وبيبص على كيم من ظهره وبيقول ده اكيد الفاشل بتاعي، وبيقرب منه بيضربه بالكرة على دماغه. وبيقول هانسل ايه ده كيم انا اسف افتكرتك يونغ من الصف بتاعي. فبيقول له كيم هانسل عادي عادي ولا يهمك، وبيتريق هانسل على كيم وبيقول لنفسه ردة فعله فاشلة قوي زيه. فبيقول هانسل انت مش غضبان صح؟ فبيقول له كيم ايوه يا عم الصحاب بيخطئوا احيانا عادي. وبيقول هانسل لنفسه الحقير ده فاشل قوي انا بجد عاوز اتنمر عليه. فبيقول هانسل لكيم انا بشعر بالسوء من اللي حصل، خد العلكة دي اعتذارا مني. فبيقول له كيم لا يا عم عادي مش مهم تعمل كل دوت. فبيمسك هانسل ايده بيقول له لا يا عم خدها. فبيشكره كيم طبعا زي اللهبل. فبيقول له هانسل يبقى خلينا نروح مقهى الحاسوب في وقت تاني. فبيقول له كيم مقهى الحاسوب طبعا نروح سوا. فبيودعه هانسل وبيقول له هنروح على حسابي. فبيقول له كيم مش ضروري تعمل كل دوت. وبيضحك هانسل وبيقول اللهبل ده بلع الطعم انا مستمتع قوي وانا بلعب معاه. وبيمشي هانسل وبيلاقي 3 متنمرين واقفين، وبيقول هانسل طلاب السنة الاولى اقوياء جدا والثلاثة دولت معروفين بالجانحين من المدرسة المتوسطة، انا دلوقتي لو اتقربت منهم هيساعدني اكبر اسمي بسرعة. فبيسلم عليهم هانسل فبيقول له واحد من الثلاثة انت مين يلا؟ فبيقول لهم انا هانسل من الصف اللي جنبكم. فبيقول له واحد من المتنمرين هو وشك عامل كده ليه يلا؟ فبيقول له هانسل وانت وقعت في حبي ولا ايه؟ فبيرد عليه بيقول له حب ايه يلا ده انا كنت لسه هضربك دلوقتي. فبيقول لهم هانسل انتوا خلصتوا اكل ولا لسه؟ انا معايا حاجات حلوه ما تيجوا ندخن سوا. فبيقول له متنمر هو لازم يعني نعمل كده؟ فبيزق هانسل فيهم وبيقول لهم تعالوا بس نروح لمنطقه اعاده التدوير. فبيقول واحد من المتنمرين لصاحبه هو انت عارف مين اللي هزم الخنزير هونج؟ فبيقول له لا بتسال ليه؟ فبيقول له علشان مشهور اليومين دولت. فبيقول هانسل لنفسه الظاهر كده بيتكلموا على الفاشل كيم، وبيحط هانسل ايده على كتف المتنمرين وبيقول لهم هو انتوا عندكم فضول بخصوص الفاشل ده؟ فبيقول له واحد من المتنمرين ليه هو انت عارفه كويس؟ فبيقول له هانسل اكيد طبعا ده مش صديقه بس ده انا يعتبر السيد بتاعه، وفي وقت كده صعب عليا رحت علمته اساسيات القتال. فبيقول له متنمر بجد يعني انت اللي علمته ازاي يقاتل؟ فبيقول له ايوه لكن الفتره الاخيره عمال يتمرد عليا وانا بخطط قريب اوريه مكانته كويس. وبعد كده بنروح للمكان اللي الطلاب بياكلوا فيه وبنشوف هانسل مع ال3 متنمرين، وبيقول واحد منهم وهو بيبص على كيم وبيقول هو ده الشخص اللي هزم الخنزير هونج. فبيقول المتنمر لهانسل هو انت متاكد انك سيد الواد دوت؟ انا سمعت انه بيقاتل كويس جدا، انت متاكد من اللي انت بتقوله دوت؟ فبيقول هانسل اكيد طبعا متاكد
متأكد من كلامي؟ انت مش واثق في كلامي مش كده؟ طب استنى كده وانا هوريك. وبعد كده بنشوف هانسول عند كيم وبيشاور المتنمرين، فبيقول واحد من المتنمرين هو الواد ده عاوز يعمل ايه؟ فبيرد عليه صاحبه بيقول له خلينا نشوف هو هيعمل ايه. وبنشوف هانسول بيوقع الاكل بتاعه على كيم، فبيتفاجئ كيم وبيقول له هانسول ايه ده انت كيم؟ معلش انا اسف ما كانش قصدي، هو انت كويس مش كده؟ ده كان حادثه فمعلش بقى، انا عارفك يا كيم انك شخص متسامح، انا هنضف هدومك وانا اسف جدا وانا لازم اعوضك بدوت ونروح مقهى الحاسوب بعدين. فبيقول له كيم زي اللهبل عادي عادي ولا يهمك. فبيضحك واحد من المتنمرين وبيقول الحق ده هانسول وقع الاكل بتاعه على الواد دوت، ده مجنون قوي. وبيروح هانسول عند المتنمرين وبيقول لهم شفتوا اللي عملته؟ وهو ما قدرش حتى يفتح بقه بكلمه واحده. فبيقول له ايوه احنا شفناك، الواد ده فاشل قوي. وبنروح عند كيم وبيكون الطلاب متفاجئين من اللي حصل، وبنشوف ليه قاعده وبتفكر. وبعد كده بنروح لكيم اللي بيكون راح الحمام علشان يغسل نفسه من الاكل اللي وقع فوقه، وبيقول هدومي كلها اتوسخت وكان لازم اغسل شعري هو كمان. وبيقول كيم هو اكيد ما عملش كده هو متعمد. وبيفتكر هانسول لما جه سلم عليه وقال له نكون اصدقاء، اكيد ده بيكون خطأ من صديق. وبنروح بعد كده لمقهى الحاسوب وبيكون كيم وهانسول هناك، وبيقول هانسول لكيم اقعد هنا وانا هدفع للمقهى حساب اليوم كله. فكيم بيقول له عادي انا ممكن ادفع لنفسي. فبيقول له هانسول انا بس زعلان من اللي حصل وعاوز اعوضك، المهم دلوقتي انا هروح الحمام ابدا من غيري. فبيقول له كيم ماشي. وبيقول كيم لنفسه الذهاب لمقهى الحاسوب مع صاحبي حلو قوي، بقالي كتير ما عملتش كده. وفجاه بتيجي ساره وليه وبتقول له ليه هو انت كمان هنا؟ وبتقول له ساره حلو قوي ان شفتك هنا يا كيم. وبيقول كيم لنفسه ساره وليه هنا علشان كده ليه بعتت رساله علشان نأخر المذاكره شويه، انت كده بتهملي دراستك قوي. وبتمشي ليه وبتقول يخرب بيت النحس، المكان الوحيد اللي فاضي بيكون جنب الفاشل دوت. وبينده كيم على ساره وبيقول لها مش ال3 ايام بتوعك خلصوا، انت مش هتروحي المدرسه بتاعتك ولا ايه؟ فبتقول له ساره وهي منشكحه كده ما انا كلمت المعلم بتاعي وقلت له ان هبقى الوقت اطول في سيول وانا هكون في بيت صاحبتي. وليه بتقول لكيم انت يا فاشل في طلاب كتير قوي من مدرستنا هنا اتصرف ولا كأنك تعرفني وانا مش عاوز يكون في اي صله بينا يا فاشل. فبيقول لها كيم ماشي. وبيقول كيم لنفسه مش البت دي قالت قبل كده انها مش هتقول لي فاشل تاني وهي كل شويه تقول لي فاشل. فبيجي هانسول وبيقول لكيم ايه ده انت لسه ما سجلتش؟ يلا يا عم نبدا. فبيقول له كيم يلا بينا وبيبداوا لعب سوا. فبيقول له هانسول يلا بينا يا كيم. وبيقول له حلو ده انت بتعرف تلعب اهوت، ده حلو قوي يلا نكمل. وبيتعصب هانسول فجاه وبيقول يخرب بيت كده انت ليه اخطأت في اصابه الوحش ده؟ يخرب بيت القرف كنا خلاص هنفوز. فبيعتذر كيم وبيتعصب هانسول اكتر وبيخبط المكتب جامد بايده. فبيقوم واحد قصاده بيقول في يا عم انت ما تهدى شويه كده. ولسه هانسول هيزعق فيه لكن بيلاقي الشخص ضخم وكله عضلات فبيحط دماغه في الارض. وبيقول هانسول لكيم ما انا لو كنت عاوز العب بهدوء كنت عملت كده في بيتي مش صح كده يا كيم. فبيبص هانسول على ساره وليه وبيقول ايه ده في بنات حلوين قوي جنبنا اهوت. وبيقول هانسول شوف كده. فبيتوتر كيم وبيقول لهانسول دول حلوين قوي بس انا بفضل ام شعر قصير انا عاوز اروح اخد رقمها. وبيقول لكيم بنات زيها كده عندها خبره كبيره مش صح كده برضو، ايه رايك يا كيم اروح لها واخليها تخرج معايا؟ اكيد بمزار ده هترفض طبعا صح. وكيم سمع كل الكلام ده ومصدوم جدا. وبيقول هانسول دي وقفت شكلها رايحه الحمام. فبيطلع التليفون بتاعه بسرعه علشان عاوز يصورها ولسه هيصورها لكن كيم بيمسك ايده بسرعه وبيتفاجئ هانسول وبيقول له ايه ده انت بتعمل ايه؟ سيب ايدي. فبيقول له كيم لا وبيتعصب وبيمسك ايده جامد قوي. فبيقول له هانسول هو انت يعني تعرفها ولا ايه مالك كده؟ فبيتعصب كيم جدا وبيقول له دي بتكون صاحبتي يا خنزير انت. يا ترى بقى هانسول هيعمل ايه مع كيم وهل هيتقاتلوا ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الجزء الجديد ان شاء الله. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. يلا سلام.